تخيل كده مع صديقي ان انت تكون محبوس جوه حلقه زمنيه عماله انها تتكرر باستمرار، وكل مره بتموت بطريقه مختلفه، لكن السبب دايما بيكون مشترك، وكل ما تحاول ان انت تهرب من مصيرك المحتوم بتلاقي نفسك موجود في نفس الدوام. وعشان كده بتقرر بقى ان انت تواجه مصيرك المحتوم وتكون مرافق للشخص اللي كل مره بيتسبب في الكارثه اللي انت بتموت فيها. تخيلت معايا؟ طب انا عاوزك تجهز نفسك لجرعه من الحماس مش هتلاقي ليها مثيل، وبس كده يلا بينا نبدا في سرد الحكايه. وبتبدا بقى حكايتنا بالبطل ارنولد، وبيبدا بقى انه يهجم على القلعه وبيخلص على اي حد بيجي في سكته، وبيبدا بقى انه يقتل فيهم واحد ورا التاني لغايه ما تقريبا بيخلص على كل الجنود. وفي الوقت ده بنشوف ان في عدد قليل من الجنود بيكونوا جوه القلعه بيحاول بقى ان هم يحرسوا الملك واولاده عشان يهربوا من المكان، لكن الامير ارنولد ما بيكونش همه اي حد، وبيقدر بقى انه يتقدم لغايه ما بيقدر نوصل عند شويه الجنود. ووسط بقى الجنود بناخد بالنا بقى من واحده اسمها ريش، وهي اول ما بتشوفه بتكون حرفيا في قمه الرعب، لانها بتعرف ان الشخص اللي قدامه ده هو اللي بيكون متسبب في الحروب الموجوده في البلاد كلها، وعشان كده بتقرر بقى انه يتخلص عليه. وبالنسبه بقى لواحد من الجنود بيحاول بقى انه يغفله، بس ده على مين؟ ده المعلم ارنولد، بيقدر انه يخلص عليه بكل سهوله. والتاني بقى بيقرر انه يجرب حظه، ولكن بيحصل اخوه اللي فات، وبكده ما بيفضلش من الجنود غير ريشه وواحد كمان من الجنود، وهم بقى الاثنين بيقرروا ان هم يتعاونوا مع بعض ويهجموا عليه في نفس الوقت. لكن ده على مين؟ المعلم ارنولد بيقدر انه يدمر السيف بتاع ريشه بكل سهوله، وبعد كده بيقرب منها وبيكون خلاص على وشك ان هو يوديها لحياه البرزخ. لكن هنا بقى بنشوف ان الجندي ده بيقرر انه يتدخل، وبيقدر انه يتصدى الهجمه ديت، وكمان بياخد الضربه ديت مكانها، وللاسف بيفارق الحياه. وريشه بقى لما بتشوف المنظر ده بتكون متعصبه جدا، وبتاخد بقى واحد من السيوف على الارض، وبتقرر بقى انها تهجم عليه بكل غضبها. ومع الرغم انها بالفعل بتقدر انها تقرب وتخدشه في وشه، ولكن في المقابل هو بيكون رشق السيف بتاعه في قلبها. وهنا بقى ريشه بتقول اي نعم ان انا بحشت الحياه دي بحلوها وبمرها، بس انا متاكده ان المره الجايه هتكون مختلفه تماما. وبعد كده بتودع الملاعب. بس ثواني كده صديقي، لو انت فاكر ان دي النهايه تبقى غلطان، دي يا دوبك مجرد البدايه. مره واحده بنشوف ان في آلة من الزمن تبدا بقى تشتغل، وبعد كده بيتضح ان ريشه بتكون لسه على قيد الحياه. ولما بقى بتبدا بقى انها تفوق بتتفاجئ انها بتكون موجوده في حفله للنبلاء، وبيكون قدامها ولي العهد، وبيبدا بقى انه يوبخها وبيقول لها ان انت واحده مخدعه وما ينفعش ان انت تكون خطيبته، عشان كده انا قررت ان انا افسخ الخطوبه. وعلى عكس المتوقع ريشه بترد عليه بكل برود، تقول له خلاص تمام خلصت، وبعد كده بقى بتقرر انها تسيبه وتمشي. ولي العهد بقى بيكون مستغرب جدا من رد فعلها، وبيوقفها ثواني كده، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ المفروض ان انت تكوني مصدومه عشان دلوقتي انا فسخت الخطوبه اللي كانت ما بيننا. لكنها بتقول له ازعل مين يابا، هم وزحن قلبي، انا مش فاضيه لك، يلا اتكل على الله. وبالنسبه بقى لولي العهد فبنشوف ان هو تقريبا والله اعلم جات له غلطه، لان هو قعد يحفظ في الكلام اللي قاله لها ده تقريبا لمده اسبوع، وهي نفضت له في الاخر وسابته ومشي. اما بقى بالنسبه لبنتنا فبتبدا بقى نتكلم نفسها وبتقول انا رجعت دلوقتي اي نعم للحياه، وعارفه كل حاجه تقريبا هتحصل في المستقبل، وبالنسبه ليها فعارفه كل حاجه كانت هتتقال في الحفله، وعشان كده قررت انها تجيبها من اسرها وتسيبهم وتمشي. وده لان ديت المره السابعه هتعيش فيها حياتها من جديد. وبعد كده بقى بتاخدنا لفلاش باك لاول مره كانت واقفه فيها قدام ولي العهد، لما سمعت الكلام ده من ولي العهد اول مره، لما قرر بقى انه يفسخ الخطوبه، وقرر بقى انها تساله عن السبب، وبقول لها ده كله بسبب الجرائم الشنيعه اللي انت عملتيها في اخر فتره، وبيقرر بقى انه ينفيها كمان من البلاد. والموضوع ما بقاش لحد هنا، انها لما بترجع تاني لبيتها ابوها وما بيقرر بقى ان هم يتخلوا عنها، مع الرغم ان هم متاكدين ان كل التهم اللي عليها دي بتكون باطله، ومع الرغم انها حاولت معاهم كتير انها تقنعهم انها ما عملتش اي حاجه، ولكن قفلوا باب القصر في وشها عشان تواجه مصيرها لوحدها. وبالنسبه لبنتنا فبدات بقى انها تتمشى في الشارع، وما كانش حيلتها غير الفستان اللي هي لابساه، واثناء هي ماشيه بقى مش عارفه هتعمل ايه بالظبط، بتقع مره واحده من التعب. ومره واحده بقى بتلاقي ان في شويه تجار المتنقلين بيعدوا من قدامهم، ورئيسهم بيكون اسمه كلاين، وعشان كده بتقرر بقى انها تروح معاهم. والتاجر ده بيكون عنده نظره ثاقبه، لان هو اول ما شاف الفستان اللي هي بتكون لابساه بيعرف انها بتكون من العائلات الملكيه. وانا بقى ريشه بتقرر انها تستغل الوضع لصالحها، وبتقرر انها تقرا دليل الخادم بتاعها عشان توصلها للمكان اللي هم رايحين له. لكن الجدع ده بيطلع جيركن ما انا معلم، وبيقرر بقى انه ياخدها معاه بدون اي مقابل، وبقول لها اي نعم ان احنا هدفنا نجمع فلوس واموال ومصاري، ولكن هدفنا الاسمى ان احنا نوصل بتاعتنا للناس المظبوطه. وعشان كده بيقرر بقى انه يعرض عليها انها تنضم ليهم وتكون واحده كده من التجار الجامدين بوفتكه، بما انها دلوقتي اصبحت حره. وريشه بقى بتبدا منها تفكر في الموضوع، وفعلا ما بيكونش قدامها اي خيار تاني، وبتطلب منه ان هو يعلمها كل حاجه عن التجاره. وفعلا معلم في حياتها الاولى قدرت انها تقريبا تتعلم كل حاجه عن التجاره من قاين، لدرجه انها قررت انها تاسس شركه لنفسها. ومن هنا قررت بقى انها تاخد قرار انها لازم تلف العالم كله عشان تحقق حلمها. ومع الرغم انها كان فاضل لها بلد واحده، وبكده قدرت انها تحقق حلمها وتلف العالم كله، ولكن للاسف الحلم ما بيكملش للاخر، لان في حرب بتقوم وهي بقى بتموت في نص المعركه، ولكن بدون اي سابق انذار بيحصل معاها الموضوع ده لاول مره، وبيرجع بيها الزمن وبتكون موجوده في الحفله. وده بقى اللي بيخليها بتكون مصدومه، لانها مش مصدقه اللي حصل، ازاي قدرت انها ترجع تاني للحياه اصلا. ولكن مع الرغم من كل ده بتقرر انها تستغل الفرصه ديت وتسيب بقى ولي العهد وتنفض له وترجع تاني لوالدها. وبعد ما تقريبا بتجمع كل متعلقاتها بتقرر انها تروح تقابل التجار عشان تبدا بقى انها تاسس تجارتها من جديد، وبتقول لنفسها اي نعم انا دلوقتي قدرت احصل على فرصه تانيه، ولكن المره دي لازم انا استغلها احسن استغلال. واي نعم انها بتقدر توصل للمكان اللي المفروض تقابل فيها التجار، ولكن بيكون الوقت اتاخر وهم اصلا عدوا من المكان من بدري. واثناء بتكون واقفه مش عارفه تعمل ايه بالظبط، تفتح بقى الشنطه بتاعتها وبتاخد بالها من كتاب متخصص في النباتات الطبيه، وبتفتكر بقى جدتها وانها كانت فعلا شغوفه بالمجال ده، وبتقرر بقى انها تدرسه. واول بقى حاجه بتقرر انها تعملها انها بتبيع كل متعلقاتها، وبتقدر انها تحصل على شويه فلوس واموال ومصاري زي الفل. وبعد كده بتبدا بقى انها تسافر من جديد عشان تبدا بقى انها تتعلم الطب، وبالفعل بتنجح انها تعمل عقارات مستحيل اي حد كان متوقع انها تحصل في يوم من الايام، لدرجه انها اصبحت من اشهر الاطباء اللي موجودين
موجودين في العالم لانها قدرت تعالج ناس كتير، لكن في يوم من الايام بيتكرر معاها نفس السيناريو المأساوي ده مره تانية وبتدخل في الحرب وبرضه بتموت. والتاني مره آلة الزمن بتبدا بقى تشتغل معاها وبترجع لحياتها وبتبدا بقى تعيشها لتالت مره من جديد. والمره دي بتقرر بقى تاخد كل متعلقاتها وتروح بقى تدرس عند واحد من اشهر علماء الطب، وبتبدا بقى تقترح عليه ان هم يعملوا شويه ابحاث عن العلاج معين هيقدر انه يغير شكل العالم. واي نعم انها بتقدر انها تقنعه وبيبدا بقى ان هم يعملوا الابحاث، ولكن للاسف مره واحده بتفارق الحياه. وحالهم مكرر والموضوع بيتكرر معاها للمره الثالثه. اما بقى بالنسبه للحياه الرابعه فبتعيش كخادمه عند واحده من العائلات النبلاء. اما بقى في الحاله اللي بعدها بتقرر بقى تتنكر كراجل وتنضم للفرسان، وبتقول نفسها انا كل مره بستمتع بحياتي الجديده ولكن ما بقدرش اكمل اكتر من 5 سنين وبموت في الحرب اللي بتحصل كل مره. وبنرجع بقى تاني للوقت الحاضر وبتقرر بقى انها لازم تستمتع بالحياه ديت لاقصى درجه ولازم تكون برضه طويله. واثناء بتكون خارجه من القصر بتقرر بقى انها تخرج من طريق مختلف على امل ان مصيرها المره دي يتغير. واثناء ما بتجري للاسف بتخبط في واحد، واول ما بتشوف وشه هنا بقى بتكون الصدمه اللي قدامها ده بيكون الامبراطور ارنولد، وان هو ده نفس الشخص اللي بيكون قتلها اخر مره. وهو اصلا بيكون مندهش انها بتكون عارفاه وبيسالها انت عرفتني منين، مع الرغم ان ديت اول مره اجي للبلاد ديت اصلا. وهي بقى بتبدا بقى تتلخبط تقول له مفيش يا معلم انت اصلا سمعتك سبقك لاي حته، ولكن هو بيكون معترض على كلامها لانها بتكون نادته باسم الامبراطور مع الرغم ان والده بيكون لسه عايش، وبيطلب بقى منها انها لازم تفسر الموضوع ده. ولكن هي بتقول له بقول لك يا معلم انا لسه فاسخه الخطوبه بتاعتي دلوقتي، يعني طبعا انا متوتره وبتقرر بقى انها تسيبه وتخلع. ولما بقى بتقرب من البلكونه بتقلع الجزمه اللي هي كانت لابساها وبعد كده بقى بتنط شبه الفرسان. والمعلم ارنولد لما بيشوف الكلام ده بيكون في قمه الاندهاش لدرجه ان هو تقريبا بيقع في حبها. اما بقى بالنسبه لبنتنا بما انها كانت فريسه سابقه فهي بتكون متمرسه وبتقدر انها تنزل بسلام، وبعد كده بتروح بقى لبيتها وبتقدر انها تلم كل الحاجات اللي هي بتكون عاوزاها. اما بقى بالنسبه لارنولد هو بقى بيكون لسه واقف وبتكون شاغله تفكيره. ولما بقى بيوصل لعند المساعد بتاعه بيطلب منه ان هو يجهز الحصان عشان يتحرك دلوقتي. اما بقى بالنسبه لريشه اول ما بتوصل البيت هنا بقى بتكون الصدمه انها بتلاقي ولي العهد بيكون مستنياها وتقريبا كل النبلاء. ولما بقى بتشوف ان كل دول بيكونوا متجمعين قدام بيتها فبتكون متاكده ان ديت ليله سوداء ومش هتعدي على خير. وبعد كده ولي العهد بيقرب منها وبيقول لها انت مفكر ان انت هتقدري تهربي مني بسهوله من غير ما اقول لك كل الكلام اللي انا عاوزه، وانت مفكر نفسك مين؟ اضطر دلوقتي لازم نتعامل مع وشه العكر ده. وولي العهد بقى بيبدا ان هو يتكلم معاه بكل تاثر بيقول لها هو انت فعلا تصرفتي في القصر ان انت ما كنتش مهتمه بان احنا فسخنا الخطوبه؟ بس انا متاكد ان انت بتكوني حزينه جدا بسبب اللي انا عملته، شايفه فستانك بيكون اتبهدل ازاي، ده انت حتى جسمك متخرشم على الاخر. ولكن انا بتقول له ثواني كده يا معلم ايه العبط اللي انت بتقوله ده؟ حزن ايه اللي انت بتتكلم عليه؟ وايه كمان نوع الحزن اللي هيبهدل الهدوم بتاعتي؟ انت عبيط. وبسبب بقى اللي قالته كل الموجودين بيبداوا بقى ان هم يضحكوا عليه لان هي تقريبا مسحب كرامته الارض. لا هي حرفيا مسحب كرامته الارض. المهم بعد لحظات بنشوف بقى ان حبيبه ولي العهد الجديده بتوصل لعنده واللي بيكون اسمها ماري، وبتقول له ايه يا اسطى الكلام الوسخ اللي انت بتقولي ديت؟ ده ولي العهد برضه ما ينفعش ان انت تهزقيه، وبرضه يعني ده يعتبر الرجال بتاعي ما ينفعش ان هو يتهزق قدام، هزقيه من ورايا. والجدع ده بيبدا ان هو يزيد في الزيت. بقول لها ايوه انت كلامك صح ابقى هزقين وراها، وخدي تعالي هنا. وانت مفكر ان انت هتفلتي بالعامله بتاعتك عشان اخترتها تكوني الزوجه الجديده بتاعتي بدلك؟ انت عبيطه. لا انت عملك الشناعه اللي انت عملتيها ديت ان انت كنت عايزه تاذيها، انت هتتحاسبي عليها كلها. ولكن هي بتقول له ايه يا عم الهري اللي انت بتقوله ده؟ ولو انت يعني زعلان عليا قوي ان انا هكون الملكه فيا عم انا مش عايز اكون الملكه اصلا. وساعتها هنا الكل حرفيا بيكون في قمه الصدمه من كميه التهزيق اللي بيحصل. وبعد كده بقى بنتنا بتبدا بقى تتكلم مع ماري وبتقول لها انا متاكده ان انت اللي اتكلمت عليا وطلعت عليا كل الاشاعات الوسخه ديت، مع الرغم ان انت عارفه ان انا ما عملتش اي حاجه، وان انت عملت كل الكلام الوسخ ديت عشان تصبحي الملكه الجديده عشان تنقذي عيلتك. ولكن نصيحه ان انت لازم تختاري حياتك وتعيشيها زي ما انت عايزه بدل ما تعيشيها جنب هذا الولد المهزأ. وبعد كده بقى بتقرر انها تسيبهم وتمشي. ولكن ولي العهد بيأمر بقى الفرسان ان هم يلقوا القبض عليها. اما بقى بالنسبه لبنتنا اثناء ما ماشيه مره واحده بقى بتتفاجئ ان في حد بيمسك كتفها، واول لما بيحصل كده بتقرر انها تسحب سيف الشخص ده وبتبدا بقى انها تنقض عليه. لكن الجدع ده ما بيكونش سهل برضه، وبيقدر ان هو يطلع سيفه وبيقدر ان هو يتصدى للهجمه. وبيطلع مين يا صديقي؟ ايوه زي ما انت توقعت هو اللي بيكون المعلم ارنولد. وبقول لها زي ما انا كنت متوقع بالظبط ان مهاراتك في السيف بتكون عاليه جدا، وبيبدا يسالها انت اتعلمت كل الكلام ده فين؟ وبتقول لي يا عم ده سير، وبعدين مهاراتي يعني مش جامده بفتكه زي مهاراتك عشان تبدا ان انت تعلق عليها، وان انا متاكده لما انت سحبت السيف بتاعك كنت تقدر تاذيني بدل ما تصد الهجمه اصلا. وبالنسبه لولي العهد بيبدا انا يتزرزر وبيبدا بقى انه يتكلم مع الجدع ده بيقول له انت تطلع مين يا ولي؟ وريشه هنا بقى بتصدموا بتعرفوا ان اللي قدامهم ده بيكون ولي عهد مملكه راين، والممالك ديت بتكون من اقوى الممالك اللي بتكون جنب مملكتهم، وكمان قوتها الاقتصاديه والعسكريه بتكون خرافيه. وكل بقى بيكون مصدوم اول ما بيسمع الكلام ده لدرجه ان في واحد من وسطهم بيقول انا مش مصدق ان اللي قدام ده هو ولي العهد اللي قدر يدمر كتيبه بالكامل لوحده. اما بقى بالنسبه لريشه بتبدا بقى تتكلم مع ارنولد وبتبدا بقى تساله هو انت ايه اللي جابك هنا يا معلم؟ انا اظن يعني انت مش جاي هنا عشان تضيع وقتك. وارنولد بيقول لها انت فعلا عندك حق في الكلام ده. وبالنسبه لريشه بتبدا بقى تتكلم مع نفسها مع انها بتكون متاكده ان الشخص اللي واقف قدامها ده هيتسبب في حرب يدمر بيها العالم بالكامل، ونفس الحرب ديت هي اللي بتموت فيها كل مره. وبدون اي سابق انذار بنشوف ان ارنولد بيركع قدامها وبيبدا بقى انها يعتذر لها على اللي هو بيكون عمله، وبيعتذر لها ان هو بيكون رافع السيف بتاعه في وشها، وبتتولى الصدمات وبيطلب بقى منها ان هي تتجوزها. وطبعا ريشه لما بتسمع الكلام ده بتكون مصدومه تقول ثواني كده انا هتجوز الراجل اللي قتلنا قبل كده؟ ايه يا اسطى الكلام الوسخ دي؟
وبالنسبه لارنولد فبيأكد على طلبه، لكن الصدمه بالنسبه له انها بترفض اصلا. وهنا بقى بتكون الصدمه بالنسبه لها لانها بتلاقي ان الشخص اللي قدامها ده بيكون عمال بيضحك، وهي بتبدا انها تقول لنفسها ايه يا اسطى العبط اللي بيحصل ده؟ دلوقتي الشخص اللي قتلني المره اللي فاتت ناوي ان هو يتجوزني؟ في عبث بيحصل دلوقتي. وبعد لحظات بنشوف ان العربه الخاصه بالملك بتوصل، وبعد كده بينزل منها وبيقرب من ابنه وبيرزعه على الارض، وبيبدا بقى انه يعتذر على ارنولد اللي ولي العهد اللي بيكون عامله ان هو اصلا ما يعرفوش. وبعد كده بقى بيبدا انه يعتذر لريشا على كل حاجه بتكون حصلت وعلى كمان فسخ الخطوبه، وبيطلب بقى منها وبيترجاها انها توافق على طلب ارنولد. لكن انا ارنولد بيقرب منه بيقول له ما تقلقش، حاجه تافهه زي ديت مش هتاثر على العلاقات اللي ما بيننا. وبعد كده بقى بيطلب من ريشا ان هم يقعدوا مع بعض على انفراد، وبعد كده تقدر نتقرر هي عايزه تعمل ايه بالظبط. وبالفعل يا معلم بنشوف ان هم بيقعدوا مع بعض، وريشا بقى بتبدا تساله هو انت بتخطط لايه بالظبط؟ وبالله ما فيش يا ست، انت دلوقتي بما انك فسخت خطوبتك فبحب اعرفك ان انا غرقان في حبك وعايز اخطبك. وريشا بقى بتقول لنفسها انا لو فعلا كان طلب الكلام ده مني في حياتي السابقه كنت هوافق، ولكن بسبب تجارب كتير فانا اقدر اعمل حاجات كتير فشخ. لكن بترجع بقى تفكر نفسها ان الهمج اللي قدامها ده كل مره بيتسبب في حرب بتموت فيها، وبتبدا تسال نفسها طب انا لو تنيتني جنبه هل اقدر اعرف السبب ولا ايه الكلام؟ وهي بقى بتقول له بص كده يا معلم انا ممكن اوافق على الخطوبه ولكن عندي كام شرط لازم ان انت تنفذه. وارنولد بيقول لها لو في حاجه في امكانياتي فانا ما عنديش اي مانع. وهي بقى بتقول اولا انا اللي هكون مشرف على الزواج من البدايه للنهايه، وانا اللي هختار الشركه اللي تنفذ الفرح. هو بيقول لها بس كده سهله وبسيطه. وهي بقى بتقول له ثانيا بعد ما نتجوز فانت لازم توفر لي مكان استضيف فيه الناس اللي هتجيلي من البلاد الثانيه. وهو بيقول لها يا ست كده كده بما انك هتبقى زوجتي فالمفروض ان يكون في مكان زي ده اصلا. وتالت بقى حاجه بتطلبها منه انها حابه انها تعيش بعيد عن الامبراطوريه، وبيقول لها طالما دي كل طلباتك فانا هعمل كل المستحيل عشان انفذ لك كل طلباتك. وهي بتقول له اخر حاجه واهم حاجه انت كده كده مش هتلمسني ولا هتيجي جنبي وعيش حياتي براحتي. وارنولد هنا بقى بيبدا انه يضحك وبيعرف ان هو بيكون موافق على كل شروطها. وبالفعل في تاني يوم بيبدا بقى انهم يتحركوا عشان يروحوا لامبراطوريه هاين. وبالنسبه بقى لبنتنا ريشا وهي بقى بتكون راكبه في العربيه مره واحده بقى بتنام وهي بتكون ساندة على السيف. وانا بقى ارنولد بيقرر انه يستغل الفرصه ديت ويقرب منها، لكن بنتنا بتكون شرسه وقبل ما يلمسها بتطلع سيفها وبتبدا بقى انها تقول له اخش عليه. وبتقول له يا اسطى الكلام الوسخ ده احنا مش اتفقنا ان انت مش هتلمسني؟ وبقول لها يا ست بلاش المعامله الجافه اللي انت بتعاملها لي ديت، انا كنت ناوي اخد السيف بتاع اللي انت خدتيه مني اصلا. ولما ريشا بقى بتيقن ان فعلا سيف هو اللي بيكون معاها بتبدا بقى انها تعتذر له وبترجعه له، وبتبدا بقى انها تتكلم مع نفسها بتقول احي هو انا كنت ماسك السيف دلوقتي اللي قتلني في الحياه السابقه؟ اما بقى بالنسبه لارنولد بيبدا بقى انه يتكلم معاه بيقول انا مندهش من كل تصرفاتك لان انا مش متخيل ان واحده في سنك وفي رقتك تقدر انها تكتسب كل الخبره ديت، وبمجرد ما قرب منها ردت فعلها تكون اسطوريه، وده بقى بيدل ان انت اتدربت تدريبات قاسيه جدا. وهي بقى بتقول له عيب عليك يا الورع ده انا اتدربت كتير فشخ. وبعد كده بيبدا يعرفها ان هو بيكون اتواصل مع شركه اريا التجاريه عشان يبداوا في اعمال الفرح، وبيكون بقى مستغرب من الكلام ده وبيسالها هو هل انت بتدعمي الشركه ديت ولا ايه الكلام؟ تقول له مفيش يا عم انا سمعت ان الشركه ديت بتبيع بضايق جامده بوفتيكو عشان كده قررت ان انا اتواصل معاهم. وبنتنا بقى بتكون فرحانه انها تقابل شله التجار دول مره ثانيه وكمان هتقدر انها تتعامل معاهم. واثناء بنتنا بقى بتبدا انها تركز في وش ارنولد، تبدا بقى انها تتخرف عليه حبتين، ومن الواضح كده انها تقع في حب قريب. وبدون اي سابق انذار العربيات كلها بتقف وبيتفاجئوا ان في شويه اعداء بيكونوا مسترصدينهم، ومن هنا الفرسان بيقرروا ان هم يشتبكوا معاهم فورا. اما بقى بالنسبه لارنولد فبيستل السيف بتاعه وبيتكلم مع ريشا وبيطلب منها انها تنيها في العربيه ديت وما تخرجش منها ابدا، وبيقرر بقى انه يطلع وبيقفل عليها الباب. وريشا بقى بتكون مستغربه جدا ان هو بيكون رايح يقاتل بنفسه مع الرغم ان فرسانه بيكونوا محاوطينه من كل مكان، لكن تفتكر ان بنتنا هتقعد ساكته؟ هيهات بتطلع البنسه اللي في شعرها وبتبدا بقى انها تطفش الباب لغايه ما بتقدر انها تفتحه. وبعد كده ارنولد بيبدا بقى انه يتكلم مع الفرسان وبيامرهم ان هم يجمعوا كل المصابين ويبداوا بقى ان هم يعالجوهم. اما بقى بالنسبه لشويه الحراميه دول يربطوهم وبص يركبوهم احلى شلاح، لكن الصدمه بالنسبه لهم ان هم بيلاقوا شويه فرسان بيكونوا متصابين وكمان جروحهم بتكون اتلوثت بالسم، وان هم لو تنهم على الوضع ده لغايه ما يوصلوا المملكه فتقريبا ممكن كلهم يموتوا. لكن هنا بقى بنشوف ان ريشا بتتدخل وبتبدا بقى تتكلم مع ارنولد وبتفاجئ انها تقدر انها تصنع الترياق، وبعد ما بتجمع الاعشاب اللي هي بتكون محتاجاها بالفعل بتقدر انها تصنع الترياق وسط دهشه الجميع. وبعد كده بقى بتقرب من الجنون عشان تديهم الترياق، ولكن بيكونوا مترددين ان هم ياخدوا منها العلاج اصلا. وانا بقى ريشا بتتاكد ان هم بيكونش واثقين فيها، وعشان كده بتقرر انها تجرح نفسها بنفس السكينه اللي بيكون فيها السم، وبتبدا بقى انها تعالج نفسها بالترياق. وارنولد طبعا لما بيشوف الكلام ده بيكون مصدوم وبيرجع عليها بيقول لها انت مجنونه، ايه اللي انت عملتيه ده بالظبط؟ ولكن هي بتطمنه وبتعرف انها هتكون زي الفل انها بتكون عملت الترياق، وبتبدا بقى تشرح له مكوناته. وبعد كده بتبدا بقى تقرب من الفرسان عشان تقدم لهم الترياق، وبتقول لهم ان انتوا لازم تستحملوا الالم ده لغايه ما نقدر نرجع للمملكه. والفرسان بالفعل بيبدا بقى ان هم يثقوا في ريشا وبيبداوا ان هم يستعملوا الترياق بتاعها وبيبداوا ان هم فعلا يعالجوا جروحهم. وبعد كده بقى بنتنا بتسيبهم وبتبدا بقى انها تروح تجمع شويه اعشاب. اما بقى بالنسبه لارنولد فهو بيكون واقف وعمال يتفرج عليهم، مره واحده المساعد بتاعه بيقرب منه وبيبدا بقى يساله عن السبب اللي خلاه بقى ان هو يخاطر بحياته، ويبدا بقى انه يقاتل المجرمين دول مع الرغم ان الفرسان كانوا موجودين. وارنولد بقى بيبدا يفهمه ان هو بيضطر ان هو يقاتل عشان يقلل الخسائر على قدر المستطاع، لان خسائرهم كانت كتيره ولو ما كانش اتدخل في القتال كان في منهم كتير هيموت. وبعد كده بقى بينفض له وبيقرب من ريشا وبيبدا بقى يساله ثواني كده هو انت ازاي قدرت تخرجوا من العربيه اصلا؟ وهي بقى بتقول له بقول لك ايه وانا مش قلت لك الكلام ده سر قبل كده ولا انت كل شويه بتحب تحرج نفسك؟ وبنتنا بقى بتبدا تفتكر ازاي قدرت انها تكتسب المهاره ديت لما كانت شغاله في العائله النبيله. الاميره دي كانت دايما بتحب تقفل على نفسها الباب، وهي بقى اضطرت انها تتعلم ازاي تبقى حراميه. ولما بقى بتبص لارنولد بتلاقي ان هو بيكون متنح فيها وبتبدا تساله ايه يا معلم في ايه بالظبط؟ وبالله بصراحه انا مندهش من كل القدرات اللي انت بتمتلكها والمهارات
المهارات اللي انت ممكن تكشفها لي في المستقبل، وانا متاكد ان انت هتسليني شويه تسليه زي الفل. وهي بتقول له انت عبيط يا اسطى، انت فكر ان انا اراجوز قدامك؟ انا ما عملتش ده كله اصلا عشان اسليك. وبقى بيبدا ان هو يشكرها على كل اللي بتكون عملت له، ان في واحد من الفرسان بتاعها بيكون من الطبقه الفقيره، ولو ما كانتش قدرت انها تنقذه كان زمانه ميت. وبالنسبه لعائلته فهي بتكون فقيره جدا، وهي بتعتمد عليه، لو ما كانش قدرت انها تنقذه كان ممكن عائلته تتدمر بالكامل. اما بقى بالنسبه لباقي الفرسان الحمير اللي اتصابوا دول، فهم اصلا كانوا بيحموا الحمير التانيين المبتدئين. وريش لما بتسمع الكلام ده بتكون مندهش ان هو تقريبا بيكون عارف كل حاجه عن الفرسان بتوعه، وبيقول لا اكيد طبعا لان انا اللي اخترتهم واحد واحد بنفسي عشان يكونوا الفرسان بتوعي، وعشان كده بيقرر بقى انه يركع قدامها بيشكرها على هي بتكون عملته. وبالنسبه لريشه لما بتشوف تصرفاته بتكون مندهشه ان الشخص اللي قدامها ده بيكون شرير وهيتسبب في حرب جامده بفتيقه في المستقبل. وهي بتقول له يا عم مفيش شكر على واجب، انا كل اللي عملته ان انا استخدمت العلم اللي عندي مش اكتر. وبالله بصراحه نادرا جدا لما بشوف واحد من النبلاء بيكون عنده كل الخبره ديت وعاش عليك. ولكن هنا بقى ريشه بتبدا بقى تساله عن السبب اللي مخلي الفرسان ان هم كانوا شاكين فيها. وبقول لها مفيش، هم تقريبا سمعوا الاشاعات اللي كانت طالعه عنك وان انت شريره وعشان كده كانوا قلقانين منك. وبقى بتقول له خلاص يا اسطى ما علينا. بتبدا بقى تساله عن الامبراطور وخصوص بقى، وقال له ايه بالظبط عن الخطوبه بتاعتهم. وبقول لها مفيش، انا قلت له ان انت اميره في مملكه ما وفسخت خطوبتك وعشان كده قررت ان انا اخطفك. وبقول لها انا قلت الكلام ده عشان الموضوع بالنسبه لهم صعب، لان انت من بلد غريبه بالنسبه لهم وناس هتبدا انها تعاملك معامله قاسيه. ولكن بيقول لها اطمني لو في حد فكر ان هو يعمل لك اي حاجه انا هركبه للشلاح. ولكن ما بيلحقش ان هو يكمل كلامه اللي يلاقي البيت العبيطه اللي قدامه دي في قمه الانشكاح. وبتساله يعني الناس اللي هناك دلوقتي مفكرين ان انا مخطوفه، معنى كده ان انا مش هضطر ان انا اعمل اي واجبات ولا كمان هخرج من القصر، ده حاجه جامده بفتيقه. وارنو هنا كان شاكك ان البت دي كانت عبيطه، ولكن دلوقتي بيكون متاكد. ولكن انا بقول لك ايه، خد تعالى هنا صحيح حوالي، انا لما كنت جرحت نفسي بالسكينه انت مسكت ايدي دلوقتي، وانا مش قلت لك قبل كده ان انت ما ينفعش تلمسني؟ الموضوع ده لو اتكرر تاني صدقني انا ممكن اعمل حاجه جامده بفتيقه انت ما تستحملهاش. المهم يا صديقي بعد كده بيبداوا ان هم يكملوا طريقهم لغايه ما بالفعل بيقدروا ان هم يوصلوا للعاصمه الامبراطوريه. واول لما بيدخلوا البوابه الشعب كله بيكون متجمع، وبيبدا بقى ان هم يرحبوا بولي العهد ان هو بيكون راجع لهم من تاني. وبالنسبه بقى لريشه فهي بتكون في قمه الانشكاح، لان هي دي البلد الوحيده اللي ما قدرتش انها تزورها قبل كده. واول بقى لما بيوصلوا القلعه بنشوف ان ارنولد بيكون واقف مع المساعد بتاعه عمالين يتكلموا مع بعض. وبعد كده بقى ريشه بتوصل لعنده بتبدا بقى تساله حصل اي حاجه كده ولا كده ولا ايه الكلام. وهو بيقول لها ما فيش يا دوب بس حصل كام تاخير في القصر، وللاسف الغرفه بتاعتك لسه ما جهزتش وهنضطر ان احنا نقعدك في غرفه الضيوف. وريشه بقى بتقول له بس كده معلم ما فيش اي مشكله. والله طالما ما عنديش مشكله فاحب اعرفك ان الاوضه دي متروسه بالتراب، عشان كده هجيب لك ناس تنظفها. ولكن هي بتقول له يا اسطى من الناحيه ديت لا تقلق انا هعمل كل حاجه بنفسي. ومجرد ما بتدخل الاوضه بنشوف انها بتبدا انها تغير هدومها وبتقلب خدامتك ام حسين وبتبدا بقى في التنظيف. وطبعا الحراس بيبداوا بقى ان هم يجيبوا لها الادوات اللي هي بتكون عاوزاها، وبيكونوا حابين ان هم يساعدوها كمان في التنظيف. ولكن بنتنا اللي بتكون قادره على المواجهه والتحدي بتقول لهم لا انا ستبندن وومن وهقدر اعمل كل حاجه. وبعد ما بتخلص كل اللي وراها بتخرج بقى بتبدا بقى انها تفكر في ارنولد، لان هو بتكون متاكده ان هو يبدا في الحرب بعد ما والده يموت. ومن هنا بقى بتجرى فكره كان بفتيقه انها تبعده عن والده، لان لو ما كانش جنب والده الحرب ديت مش هتقوم وبالتالي مش هتموت. واثناء هي واقفه بتتفاجئ ان في شويه من الخادمات عمالين يتنمر على واحده جديده لدرجه ان هم بيوقعوا على الارض. وعشان كده ريشه بتقرر بقى انها تتدخل، ولكن هم ما بيكونوش عارفين انها بتكون زوجة ولي العهد، وعشان كده بيبداوا ان هم يتطاولوا عليها لدرجه ان هم بيقرروا ان هم ينفضوا لها وبيسيبوها ويمشوا. وبالنسبه لبنتنا بتقوم بقى البنت اللي بتكون مرميه على الارض ديت واللي بيكون اسمها بالمناسبه لين، وبتقرر بقى انها تاخدها معاها للغرفه عشان تبدا بقى انها تظبط لها هدومها. وبعد ما تقريبا بخلص كل حاجه وراها بتقرر بقى في نهايه اليوم انها تقف في البلكونه وبتشوف العاصمه وبتكون منبهر جدا بجمالها. وده زي ما انتوا عارفين ان ديت البلد الوحيده ما قدرش انها توصل لها لما كانت شغاله تاجره. وبدون اي سابق انذار بتتفاجئ ان في حد بيراقبها، عشان كده بتبدا بقى انها تتكلم مع ارنولد وبتساله هو انت اللي جابك هنا يا الورع؟ وارنولد بقى بيكون منبهر بيقول لها مع الرغم ان انا بكون خفيت وجود المفروض ان مفيش اي حد يقدر انه يحدد مكاني، ولكن انت بالفعل ابهرتيني. ولكنها بتقول له عيب عليك انت برضه حاولت تختبرني من شويه ان انا ممكن اعرف مكانك ولا لا، وعرفت برضه. وبعد كده بقى بتقول له بقول لك ايه فكك من الكلام ده كله دلوقتي، وبتقول له خلينا في المهم دلوقتي. وبتبدا بقى انها تساله عن مكان المكاتب وبتكون في قمه الانشكاح. وارنولد بقى بيكون مستغرب انها بتكون مبسوطه للدرجه دي، مع الرغم ان بلده تقريبا بتكون بلد عاديه مش زي اي البلدان التانيه. ولكن ريشه بتقول له مفيش الكلام دي، انا كان حلم اصلا ان انا ازور البلد ديت من زمان. وده بقى اللي بيخليه ان هو بيكون مستغرب لان هو ما شافش واحده زيها قبل كده. ومع الرغم ان انت بتكون واحده من النبلاء اللي هم بيقعدوا دايما مفخدوا على حالهم وما بيهتموش باي حاجه، ولكن انت مختلفه تماما عنهم، عندك خلفيه عن الطب وكمان الفرسان وحاجات كتير جدا. ولما بنتنا بتبدا بقى انها تسمع الكلام ده بتبدا بقى انها تفتكر والدتها لما خلتها انها تقعد شبه البطه البلدي في البيت وما تهتمش اي حاجه من الدراسه. وريشه بقى بتقول لنفسها اي نعم ممكن الناس تشوف الحاجات اللي انا اتعلمتها ديت تافهه، ولكن بالنسبه لي حاجات قيمه، واذا كان الحاجات ديت ليها قيمه او لا فانا اللي ممكن اقرر الكلام ده مش الناس. وارنولد بقى بيقرب منها وبيقول لها انا هدعمك في كل القرارات اللي انت عايزه تاخديها. ومن هنا بنتنا بتبدا بقى انها تتخرف عليه وبتساله هو انت عايز تعمل كل الكلام ده ليه اصلا؟ هو بيقول لها مفيش، انا قلت لك قبل كده ان انا فعلا غرقان في حبك. وريشه بقى بتقول لنفسها كالعاده هذا الورع بيكذب عليا. وارنولد بقى بيقول لها بغض النظر عن اي حاجه انا هفضل ادعمك في القرارات اللي انت تاخديها حتى لو انت مش مصدقاني، واتمنى فعلا ان مشاعر الصدقه توصل لك. وبعد كده بيقرر بقى انه يسيبها وبيمشي. ولكن قبل ما بيخرج بيقول لها انا عشان انا لمستك وخلفت بوعدي
عادي انا مستعد ان انا اجيب لك اي حاجه انت تطلبيها مني. ومن هنا بيقرر بقى انه يسيبها ويمشي، وبيسيب بقى البت حرفيا غرقانه في دباديبه. ولما بقى بيخرج ريشه بتبدا بقى تفكر من نفسها هو ابن الصرمه ده بيفكر في ايه بالظبط. وبعد كده بقى بيمر عليها الوقت واثناء ما بتكون نايمه بتتفاجئ ان مساعد ارنولد بيبدا بقى يخبط عليها الباب، وعشان كده بقى بتقوم بسرعه وبتلبس بقى هدومها وبتفتح له الباب وبتعتذر انها بتكون اتاخرت عليه شويه، وبيقول لها ولا يهمك. وبعد كده بيبدا بقى يعرف ان ارنولد بيكون موجود في المكتب بتاعه ومطبق من امبارح على الشغل بسبب ان هو بيكون اتراكم عليه من ساعه ما خرج من المدينه. وهنا بقى بنتنا بتبدا بقى تتضايق منه بسبب ان هو بيكون عمال بيوصلها من فوق لتحت وبيقول لها مالك عليه، وهي بقى بتقول له بغض النظر عن اي حاجه انا عارفك ان انت بتبص لي دلوقتي عشان تشوف انا مناسبه اصلا لارنولد ولا لا، وعشان كده بتبدا بقى تساله هو انت صحيح بتخدمك بقاله قد ايه، وبيبدا يعرفه ان هو بيخدم ارنولد بقاله اكتر من 10 سنين، وعلى مدار السنين دي كلها في ناس كتير حاولت انها تقنعه ان هو يتجوز ولكن هو دايما كان بيرفض. وبتقول له قشطه زي الفل، بما انك دلوقتي عارفه بقالك فتره كبيره فبتبدا بقى تساله عن السبب ان هو بيكون مخليه عايز يتجوزها. وبالله بصراحه انا ما اعرفش اي حاجه عن الكلام ده، ولكن هو فعلا لما بيكون واقف قدامك بيبدا بقى انه يضحك من قلبه. المهم بعد كده بيقرر ان هو يدي لها الورقه اللي مكتوب فيها اسامي الناس اللي هيتم دعوتهم لحفله الجواز، وبعد كده بقى بيقرر ان هو يديها ورقه كمان وبيقول لها ديت اسامي الناس اللي هيحضروا حفله النهارده. المهم بقى لما بيجي عليهم الليل بنشوف ان النبلاء بيبداوا بقى ان هم يجوا عليهم من كل مكان عشان يحضروا الحفله. على الناحيه الثانيه بقى عند ارنولد بنشوف ان هو بيكون موجود في المكتب بتاعه عمال يخلص اللي وراه، وسط ما هو بقى بيكون مندمج في الشغل بنشوف ان ريشه بتوصل لعنده وبتستاذن انها تدخل، وهو بيسمح لها طبعا. واول ما بيشوفها بيبدا بقى ان هو في جمالها اكتر واكتر لانها بتكون لابسه الطقم اللي على الحبل، وهي بقى بتقول له بقول لك ايه هو انت مش قلت لي قبل كده ان انت هتنفذ لي اي طلب هطلبه منك بسبب ان انت لبستني يعني؟ وبتقول له انا جيت هنا عشان اطلب الطلب بتاعي وان انا عايز اختار خادمه شخصيه بنفسي، وبالله ان مفيش اي مشكله. ولكن بيعرفوا ان الحفله بتاعت النهارده معموله عشان يختار خطيبه ليه، ولكن كل اللي بيحصل ده ما هو عباره عن مسرحيه ومش عايز اخطب حد غيرك اصلا. تقول له ولا يهمك يا معلم انا اصلا كده كده جايه هنا مخطوفه من بلد تانية. ولما بقى بينزلوا الحفله يا معلم هنا بقى بتكون المفاجاه بالنسبه لها انها بتلاقي عدد كبير جدا من الناس، ولكن ارنولد بيعرفها ان ده ولا حاجه دي حفله يا دوبك على الضيق، وتقول له ده طبيعي بما ان البلد اللي احنا موجودين دي فيها كبيره ده احنا ما كناش عايشين. اما بقى بالنسبه للنبلاء اول ما بيشوفوا ارنولد بيبداوا بقى انهم يقربوا منه عشان يتقربوا منه ويقدموا له كده بناته عشان يخطبهم من الكلام الوسخ دي، ولكن ارنولد بيحرجهم كلهم بيقول لهم مفيش داعي اللي انتوا بتعملوه ده لان انا فعلا لقيت شريكه حياتي. وطبعا ريشه بتكون واقفه وملاحظه كل اللي حواليها عمالين يبصوا لها بحقد، لكن طبعا بنتنا ما بتقفش ساكته وبتبدا بقى تبهرهم بجمالها وبعد كده بترقح بيهم على طريقه النبلاء، وطبعا كل الرجاله اللي بيكونوا موجودين هناك بيبداوا ان هم يتخرفنوا عليها. وارنولد بقى بيبدا ان هو يتكلم معاهم بيعرفهم ان هو بيكون جايب زوجته ديت من بلد تانية يعتبر غريبه وعشان كده لازم ان هم يتقربوا منها ويبداوا ان هم يعرفوها على البلاد، وبعد كده بيسيبوهم وبيمشي. وريشه بقى بتبدا تتكلم معاه وبتقول على فكره يا معلم ما كانش في داعي ان انت تعمل كل الكلام ده، لكن ارضه بيقول لها كان لازم ان احنا نعمل الكلام ده عشان نحميكي من اي حد كان مفكر ان هو يأذيكي. وهي بقى بتقول لنفسها ثواني كده هو الراجل اللي قتلني المره اللي فاتت المفروض ان هو دلوقتي هو اللي هيحميني؟ ايه يا اسطى الكلام دي؟ المهم بعد كده ارنولد بيوعدها كمان ان هو اللي هيدربها على السيف بعد كده بنفسه. وريشه بقى بتقول حلو قوي الكلام ده بكده ممكن اعرف نقاط ضعفه واغلبه لو حاول ان هو يقتلني مره ثانيه. وبعد لحظات قليله بتشتغل الموسيقى وكل بقى الكابلز بيبداوا بقى ان هم يرقصوا مع بعض، وبالك يا سنجل يا بائس اللي بتتفرج على الفيديو. وارنولد بيقول لها على فكره يا ست مش لازم يعني ان انت تجبري نفسك ان انت ترقصي معايا انا برضه مقدر موقفك، لكن ريشه بتقول له ولا يهمك يا معلم بما ان الغني اشتغلت فالمفروض يعني ان احنا نرقص قدام بعض قدام الناس. وزي ما تقول ما صدق يا معلم وبيمسك ايديها وبيبداوا ان هم يدوها دانس مع بعض للصبح، وكل الناس بقى عمالين يتفرجوا عليهم وبيكونوا منبهرين جدا بجمالها. اما بقى بالنسبه لبنتنا فهي خلاص بتبدا انها تفتكر كل الذكريات الاليمه وكمان شكلها خلاص انها وقعت في حبه. وبعد كده بقى بتخلص الرقصه وبنشوف ان ارنولد بيقرر بقى انه يقف مع شويه من النبلاء. اما بقى بالنسبه لبنتنا اثناء بقى بتكون واقفه بنشوف ان في شويه فتيات بيقربوا منها وبيقرروا ان هم يدوها كاس مليء كده بالمنكرات والعياذ بالله، وزيها زي اي بنت عبيطه بتقرر انها تاخدهم هم بقى بيبداوا يتحركوا عليها بخبث. لكن بنتنا يعني ما بتطلعش عبيطه قوي لانها بتاخد منهم الكاس وبتبدا بقى انها تشم لانها خبيره في الاعشاب وبتتاكد ان هم بيكونوا حاطين فيه حاجه، ورغم كده بتقرر بقى انها تشربهم قدامه وده بقى اللي بيغيظ البنات اكتر وبيقرروا ان هم يسيبوها ويمشوا. وبيتضح بقى ان الحاجه اللي كانوا حاطوها لها في الكاس هي عباره عن شويه شطه كده معلم عشان يخلوا شكلها وحش قدام الناس. وارنولد اول ما بيسمع الكلام ده بيقرب منها وبيبدا بقى يسالها هو انت ليه اصلا بتضطر ان انت تشرب المشروب ده مع الرغم ان فيه شطه؟ وهو بتقول له مفيش يا عم هم قدموا لي المشروب مع الرغم ان هو بيكون تمام بس ما ينفعش ان انا اكسفهم. وراينا بقى ارنولد بيتاثر بكلامه وعشان كده بيقرب انه ياخد منها بقيه الكاس ويشربه هو. وبالله صحيح انت كنت بتفكري في ايه ولا كنت بتفكري في مين بالظبط لما كنت بترقصي معايا لان انت دماغك ما جاتش فيك اصلا؟ وريشه انا بقى بتتوتر وبتقول له ثواني كده ما ينفعش اقول له ان انا كنت بفكر فيه اثناء ما كان بيقتلني في حياتي السابقه. وهي بقى بتبدا بقى تزيد في الزيت وبتقول له مفيش يا عم انا كنت قلقان عليك بسبب الجرح اللي في دراعك كده لانك ما كنتش بترقص بارتياح. وهنا بقى ارنولد بيفاجئها وبيشيل الياقه اللي على رقبته وبيفاجئها انه موجود عليها ندبه كبيره وبيعرفها ان مفيش ناس كتير يعرفوا بيها اصلا. وهي بقى بتكون مصدومه لدرجه ان هو بتحط ايد عليها وبتتاكد ان الجرح ده موجود عليه من زمان لان هو في حد حاول ان هو يقتله وهو صغير، وعشان كده بتبدا بقى تساله عن التفاصيل ومين اللي اتجرأ يعمل معاه كل الكلام الوسخ دي، لكن هو ما بيكونش حابب يجاوب على السؤال ده وبيفضل بقى انه يتهرب منها وبيقول لك ايه يلا بينا نكمل بقيه الحفله. وفي نفس الوقت بنشوف ان في شخص اصلا كان قاعد تحتهم وسمع كل اللي دار ما بينه وبيبدا بقى انه يضحك ضحك خبيثه.
المهم بقى في تاني يوم بنشوف ان رئيس الخدم كالعاده بتبدا بقى نتهزق في الخدم الجداد، وطبعا هنا بقى بنشوف ان ريشه بتقرر بقى انها تنضم لهم كخادمه بما ان مفيش اي حد لسه يعرفها كويس. وبنشوف بقى انها بتكون قاعده جنب لين وبتبدا بقى تسال عن ديانا وبتعرفها ان كانت ابن واحد من التجار الاغنياء جدا، وفجاه كده عيلتها بقى عليها ديون كتير وعشان كده اضطرت انها تشتغل، ورغم من كده هي الوحيده اللي وسط الخدم اللي عندها القدره انها تقرا وتكتب. المهم بعد كده بنشوف ان الخادمات كلهم بيصطفوا صف واحد، وده لان زوجته ولي العهد الجديده هتنزل دلوقتي عشان تختار خادماتها الشخصيه. وبعد لحظات بنشوف ان ريشه بتنزل قدامهم وهم اول ما بيشوفوها بيكونوا في قمه الاندهاش. وهنا بقى ريشه بتقرر بقى انها تختار لين وكمان معاها اتنين. وهنا بقى ديانا بتتدخل وبتبدا بقى انها تتكلم مع ريشه وبتقول لها على فكره انت اخترت كل المبتدئين، ما احب اكد لك ان في ناس متمرسه عنهم موجودين دلوقتي. لكن هنا ريشه بقى بتصدمها وبتعرفها انها تعتبر نفسها مطروده لانها بتكون اتنكرت ما بين الخدمات وشافت معاملتها ليهم. وعلى فكره مفيش حد في العالم ده بينزل متعلم، مش معنى ان انت يعني قدرت تقرا وتكتبي لان كنت عايشه حياه مرفهه يبقى انت احسن منهم. وديانا هنا بقى بتعرف غلطها وبتبدا بقى انها تعتذر لها وبتقول لها اي نعم ان انا كنت بعملهم وحش وانا دلوقتي بطلب منك السماح. وبعد كده بنشوف ان بقيه الخدم بيقربوا من ريشه وبيبداوا بقى ان هم يتحايلوا عليها انها ما تطردهاش، لكن مره واحده بنشوف ان ريشه بقى بتقرب من ديانا وبتقول لها بصي وانا مش عايزك بعد كده ان انت تكوني خادمه، وانا قررت خلاص ان انا هعمل كده مدرسه محن ده للخادمات عشان يقدروا ان هم يتعلموا القراءه والكتابه، وده عشان في حاله في يوم من الايام لو قرروا ان هم يسيبوا الشغل هنا يقدروا ان هم يلاقوا شغل كويس في حته تانية. وبما انك دلوقتي قادره ان انت تقرا وتكتبي فانت اللي هتكوني المدرسه بتاعتهم. وديانا بقى بتكون في قمه الانشكاح وبتقرر انها توافق على الفكره ديت. وعلى الناحيه التانية بقى عند اولفر بيقرب بقى من ارنولد وبيحكي له على كل حاجه بتكون حصل، وبيبدا بقى يساله هو انت ناوي تسيبها تعمل اللي في دماغها ولا ايه الكلام؟ وارنولد بيقول اي نعم انا كنت متوقع انها تعمل الكلام ده وتبدا بقى انها تطور في الدوله، ولكن انا مش جايبها عشان الكلام ده، انا جايبها انا عشان تسليني وتخليني مستمتع. على الناحيه التانية بقى عند ريشه بنشوف انها بتبدا بقى انها تجهز نفسها بمساعدتها الجديده اللي بيكون اسمها لين، وبنعرف بقى انها بتكون خلاص على وشك انها تقابل رئيس الشركه التجاريه كاين، وبتكون حابه انها تتحالف معاه، وده طبعا عشان تقدر انها تظبط الشركه بتاعتها وتخليها انها تتطور بسرعه. وبعد لحظات قليله بنشوف ان كاين بيوصل عندها وبيبدا بقى انه يبارك لها على الجواز مقدما، وبيبدا بقى انه يتكلم على الشركه بتاعته. وريشه بقى بتعرف انها تقريبا عارفه عنه كل حاجه وعشان كده بتطلب منه انه يمسك حفله الجواز بتاعتها، لكن كاين برضه ما بيكونش سهل وبيفهم هي عايزه ايه بالظبط، وعشان كده بيقرر بقى انه يرفض الطلب بتاعها. وبيبدا يعرفها ان شركتهم يا دوبك لسه شركه ناشئه وصغيره وكمان مش هتستحمل الطلبات بتاعتك، وغير كده احنا اصلا واخدين اجازه. وبعد كده بيقرر انه يسيبها وبيمشي. وبعد ما بيخلص الاجتماع ريشه بقى بتقرر بقى انها تروح لحديقتها الصغيره اللي ارنولد بيكون اداها لها عشان تقدر انها تزرع النباتات الطبيه بتاعتها، وبتبدا تفكر هو ليه اصلا رفض العرض بتاعها وهي غلطت في ايه اصلا، ومره واحده بتبدا بقى انها تفتكر كلامه. وعشان كده بتقرر بقى في نهايه اليوم انها تتنكر وتروح لاحد الحانات، وزي ما هي كانت متوقعه بتلاقي كاين هناك وبتقعد معاه عشان يبداوا ان هم يتفقوا. وكاين بقى بيقول لها بقول لك ايه فكك بقى من شغل الحفله اللي انت عايزانا نديرها، انا عايز اعرف انت عاوزه مني ايه بالظبط، لان عينيكي بتقول ان انت عايزه تكوني شريكه معايا في التجاره مش زبونه كده وخلاص. وريشه بقى بتبدا بقى انها تضحك وبتقول له مظبوط لان انا عايزاك ان انت تبدا تتحالف معايا، وبيقول لها خلاص ما عنديش اي مشكله واتمنى بقى ان انت تعرفين الخطط اللي انت عايزه تعمليها. لكن طبعا هي بتقول لنفسها ما ينفعش ان انا اعرفه ان الامير ارنولد بيخطط ان هو يعمل حروب ويبدا بقى انه يهاجم على البلاد المجاوره، وان خطتي دلوقتي ان انا عايزه ان انا امنعه من اي حاجه هو ناوي يعملها. وكاين بقى بيكون رافض في البدايه ولكن هي بتقدر انها تقنعه انها تعمل شويه تجاره هنا في البلاد زي الفل. وبعد ما بيخلصوا الاتفاق مع بعض هي بتقرر انها ترجع تاني للقصر وبتتفاجئ ان ارنولد بيكون قاعد مستنيها. وريشه بقى بتكون مستغربه منه وبتبدا بقى تساله هو انت ايه اللي جابك هنا يا معلم؟ وبيقول لها مفيش، انا عرفت ان التاجر اللي جه هنا رفض العرض بتاعك وعشان كده انا كنت متاكد ان انت هتخرجي تقابليه. وريشه هنا بقى بتحس انها بتكون سيئه لسمعته وعشان كده بتقرر انها تعتذر له انها كانت ممكن تسبب له شويه مشاكل، لكن ارنولد بالعرفه ان هو مفيش الكلام ده، وانا وعدتك قبل كده ان انت هتكوني حره وتعملي اللي انت عاوزاه، ولكن المفروض يعني تعرفيني في اي حاجه ان انت ناويه تعمليها. ولكن ريشه بتكون محرجه وبتقول ما ينفعش ان انا اطلب منك الطلب ده لان انا كده هكون انانيه. وبالله بغض النظر عن الكلام ده كله انا وعدتك قبل كده ان انا احميك. وبعد كده بيبدا بقى يسالها ايه اللي حصل بالظبط مع الشركه التجاريه، ولكن هي بتفاجئه وبتقول بقول لك ايه ما تيجي كده اما ادوقك الاكل اللي انا بعمله. ولما بقى بيروحوا المطبخ بتبدا بقى في الطبخ، ولكن بتقول له خلي بالك يا معلم انا ما بعرفش اطبخ قوي ولكن ممكن اعمل لك شويه اكل على ما تفرغ. وهو بقى بيقول لها ولا يهمك، وبالفعل بيبداوا بقى ان هم يطبخوا وبعد ما بيخلصوا بيقعدوا ياكلوا مع بعض. واثناء هم بقى بيكونوا قاعدين بتبدا بقى تحكي له على كل حاجه بتكون حصلت مع كاين. وارنولد بقى بيفهم منها انها تبدا تتاجر في العاصمه وعشان كده بيبدا بقى يسالها عن الافكار اللي ناوي تنفذها، وهي بقى بتقول له بصراحه انا عندي افكار كتير ولكن لغايه دلوقتي انا مش متاكده ايه اللي هيمشي مع الناس المتواجدين هنا في العاصمه. وبعد كده بقى ارنولد بيكون سايبها وماشي، ولكن بيبدا بقى يساله صحيح هو انت قابلت قبل كده اخويا الصغير ولا لا؟ لكن هي بتعرفه انها لغايه دلوقتي ما تعرفش عنه اي حاجه ولا قابلته، وبالله عشت زي الفل في حاله يعني لو انت قابلتيه بالصدفه ما تعبريش امه. وبعد ما بتخلص القعده مع ارنولد بتقرر بقى انها تروح المكتبه عشان تبدا بقى انها تقرا في الكتب شويه، وده على سبيل طبعا انها تفهم شعب الناس الموجودين هنا في العاصمه الملكيه. وبعد كده بقى بتقرر انها تقسم يومها، الصبح هتكون بتهتم بالزراعه اما بالنسبه بالليل فهتهتم بالتجاره. وفي تاني يوم بتقرر بقى انها تروح للحقل، مره واحده بتتفاجئ ان في واحد بيكون نايم هناك اصلا، والحراس طبعا اول ما بيشوفوا الشخص ده بيطلبوا من ريشه ان لازم ترجع لغرفتها بسرعه. لكن هنا بنشوف ان الجدع اللي كان مرمي على الارض ده بيقوم ويبدا بقى انه يتكلم مع ريشه وبيعرفها بنفسه وان هو بيكون اخو ارنولد المرشح الثاني للعرش وبيكون اسمه تاو. وطبعا بنتنا بتبدا بقى انها ترحب بيه وبقول لك ايه انا حاسس ان في الحقل ده في حاجه غريبه، وبيبدا بقى يسالها هو انت عامله فيها ايه بالظبط. وبعد كده بقى ريشه بتقرب بقى من الحقل عشان تشوف ايه الحاجه الغريبه اللي هو بيتكلم عليها، لكن
مره واحده بيفاجئه وبيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيعرفها ان هو بيكون عايز ينقذها لانها بتكون هي عباره هنا عن رهينه وان ديت خطه ويعتبر مؤامره، ولكن هي بقى بتبتسم له وبتعرفه انها بتكون عارفه كل حاجه. اما بقى بالنسبه لولي العهد فهو بيكون لطيف معايا، وده بقى اللي بيخلينا هو يضحك وبلا شكلنا كده هنطول مع بعض حبه وبعد كده بيقرر بقى انه يسيبها وبيمشي. والمهم بعد كده بنشوف ان ريشا بتقرر بقى انها ترجع تاني للقصر مع الحراس وبتبدا بقى تسالهم هم ليه اتوتروا اول ما شافوه، وبتبدا بقى تسالهم لو كان عندهم اوامر ان هم يبعدوها عنه، وكمان بتكون حابه انها تعرف علاقه الاخوات دول ببعض عامله ازاي بالظبط. ولكن هنا طبعا بنشوف ان الحراس بيرفضوا ان هم يجاوبوها عن كل الاسئله ديت. اما بقى بالنسبه لبنتنا بتقرر بقى انها تنفض لهم وبتبدا بقى انها تكمل طريقها في القصر. مره واحده بتتفاجئ ان ارنولد بيكون واقف مع المساعد بتاعه وبتسمعه وعمال يتكلم معاه وبيقول له ان انتوا لازم دلوقتي تحموا عامه الشعب وتسيبكم من النبلاء لان هم اصلا كده كده عندهم جيوشهم الخاصه. والمستشار بيكون رافض الفكره ديت لان والده استحاله ان هو يوافق عليها، لكن ارنولد بيقول له بقول لك ايه فكك من الكلام ده ولازم ان انت تنفذ اوامري. ومن هنا بقى ريشا بتتاكد ان الشخص ده بيكون فعلا طيب، وبعد كده بتكمل بقى طريقها لغايه ما بتدخل الغرفه بتاعتها وبتتفاجئ ان تاو بيكون سايب لها رساله وبيطلب منها ان هو بيكون حابب يقابلها في الكنيسه. وبالفعل يا صديقي بنشوف انها بتقرر بقى انها تروح هناك، واول ما بتدخل بيبدا بقى انه يرحب بيها وبيبدا بقى يعرفها ان ارنولد ده بيحب ان هو يقتل الناس والاشخاص ما بينه ايديه بيعتبروا لعبه. وريشا بقى بتفاجئ انها بتكون عارفه اصلا كل الكلام ده، لكن هو بيقول لها انا ما اقصدش الحروب اللي هو ناوي يدخلها قريب، لكن احب اعرفك ان هو اللي بيكون قتل والدتنا اصلا. وانا بقى ريشا بتكون مصدومه في البدايه وتقول ولا يهمك يا معلم ما عنديش اي مشكله. وبعد لحظات قليله بنشوف ان ارنولد بيطب فوق دماغه وبيبدا بقى انه يتكلم مع اخوه وبقول له يا ابني وانا مش حذرتك قبل كده ان انت ما ينفعش تقرب من خطيبتي. وتاوي اول ما بيشوفه بيكون في قمه الرعب وبيبدا بقى انه يعتذر له ان هو بيكون عمل كده. وهنا بقى بنشوف ان ريشا بتقرر بقى ان تدخل في الموضوع عشان تبدا بقى تظبط علاقتهم مع بعض، وبتؤمر بقى ارنولد انه يقف ويبدا بقى انه يتكلم مع اخوه شويه. لكن ارنولد بيكون رافض الفكره ديت وبيطلب منها انها ما تتدخلش في الموضوع ده مره ثانيه. واخوه بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيقول له بص يا معلم انا بعتذر لك ان انا قربت من خطيبتك واوعدك ان انا مش هتكلم معاها مره ثانيه، وانا مبسوط جدا ان انا شفتك من قريب. ومن هنا بيقرر بقى انه يسيبه وبيمشي. وريشا بقى بتبدا بقى تتكلم مع ارنولد وتساله عن السبب اللي خلى الناس كلها واخده عنه فكره ان هو بيكون متوحش. وبيقول لها على فكره الموضوع سهل جدا لان بكل بساطه انا فعلا كده. وبتقول له بغض النظر اللي انت بتقوله ده انت فعلا دخلت حروب وقتلت ناس كتير ولكن انت في النهايه شخص لطيف. ولكن ارنولد بيفاجئها وبيمسكها من رقبتها وبيقول لها من الافضل ليكي ان انت تنسي فكره ان انا لطيف ديت نهائيا. لكن بتقول له بص بغض النظر عن اي حاجه انت ما ينفعش ان انت تهرب من حقيقتك. وهي بقى بتقول له طب ثواني، طب ما انت معاملتك ليه لطيفه فعلا. لكن هو بيقول لها من الافضل ان انت ما تخلطيش المواضيع ببعض لان انا فعلا جبتك هنا عشان حابب ان انا استمتع مش اكتر. وهي بقى بتقول له بغض النظر عن كل الكلام اللي انت قلته ده انت فعلا هتفضل زوجي وشخص بالنسبه لي هيكون لطيف. وده بقى اللي بيخليه ان هو يعجب بيها جدا وبيقوم واخدها في حضنه وبيديها واحد كده سبيشال عزيزي المشاهد. وفي تاني يوم بقى بنشوف ان بنتنا بتكون لسه فاكره المشبك وحرفيا بتكون في حته تانيه خالص، لحد ما الخادمه دي بتوصل لعندها وبتبدا تسالها عن الازاز الصغيره اللي بيكون جنبها. فهي بقى بتبدا تعرفها ان ده بيكون اسمه مونيكير وناوي انها تتاجر بيه هنا في العاصمه. وبعد كده بقى بنتنا بتقرر نتعدى عشان تبدا بقى نخليها تجرب المونيكير ده بنفسها. واثناء ما بيكونوا قاعدين بيدردشوا مع بعض بتعرف بقى ان البنت دي بتكون من عائله فقيره، ومش هي لوحدها بس لا في عائلات كتير فقيره موجوده في المدينه، وتبدا بقى انها تفكر في المشكله ديت. المهم بعد كده بتقرر بقى تخلي كل الخادمات ان هم يبداوا يساعدوها في مشروعها الجديد. وبعد شويه بنشوف ان كاين المساعد بتاعه بيوصل لعند ريشا وبيكون منبهر جدا من المشروع الجديد بتاعها لدرجه ان هو بيقرر ان هو يعرضه بنفسه في السوق. ولكن لما بيركز مع ريشا شويه بيتاكد ان هي بيكون عندها فكره تانية وبيبدا بقى انه يسالها عنها. وهي بقى بتقول له ايه المفروض ان انت تعرض المنتج ده على النبلاء بس انا عايزك كمان تعرضه على الفقراء لان ده هيساعد بشكل كبير في اقتصاد الدوله. وده بقى اللي بيخلي كاين ان هو يضحك وبيقول ان فعلا فكرتك ديت عبقريه. لكن ريشا مش بتسكت لحد هنا وبتقول له اي نعم ان معظم الناس ماشيين هنا بفكره ان هم لازم يختاروا زباينهم، لكن انا همشي فكر مختلف تماما واخلي الزباين هم اللي يختاروني. وكاين بقى بيبدا بقى انه يضحك وبيقول لها ثواني كده هو ايه اللي بقى اللي خليني ان انا اغير مبادئي اللي انا ماشي بيها اصلا. وريشا بقى بتقول لنفسها الورع اللي قدامي ده هيضطرني ان انا استعمل طريقه ما كنتش ناوي ان انا استعملها معاه. بتقول له بص كده يا معلم انا عرفت ان اختك بتكون مريضه بمرض ملوش علاج تقريبا هنا في البلاد، وعشان كده بتطلع الورقه وبتعرفه ان مكتوب فيها اعشاب وكمان مع عشبه طبيه خاصه بيها هتقدر انها تصنع لها الترياق المناسب ليها. وكاين هنا بقى بيقول لها فعلا انت قدرتي تغلبيني المره دي وبيقتنع بكلامها. وريشا بقى بتبدا تعرفه انها بتكون حابه انها تخدم جميع طوائف الشعب مش كل الخدمات الكويسه تكون للنبلاء فقط. وكاين بقى بيتاكد ان الست اللي قدامه ديت انسانه عظيمه وعشان كده بيركع قدامه بيعرفها ان شركتي بالكامل تحت امرتها. وشويه بقى بعد كده بنشوف انها بتكون قاعده مع نفسها ولكن فجاه بتبدا بقى تحس بدوخه غريبه وبتقع على الارض بتفقد الوعي. والفر اول ما بيسمع الكلام ده بيكون قلقان عليها وبيبدا بقى يسال المساعد بتاعها ليه، ولكن هو بيطمنه المساعدتها لينا بدات انها تهتم بيها دلوقتي. ولما بقى بيدخلوا الغرفه بتاعتها هنا بقى تكون الصدمه بالنسبه لهم لان ريشا بتكون اختفت من المكان. وعلى ناحيه ثانيه بنشوف ان ريشا بتكون موجود في مكان غريب ومحبوسه فيه. وهنا بقى بتكون المفاجاه ان تاو بيكون موجود وبيبدا بقى انه يشكر كامل وايلين ان هم بيكونوا قدروا يخطفوها. المهم بعد شويه بنشوف ان تاو بيقرب انه يدخل عليها وبيقول لها شفت ازاي قدرت ان انا اخطفك بكل سهوله، ومن اخر مره عرفت ان انت بتكوني غاليه جدا على اخويا وعشان كده قررت ان انا اخطفك وابدا ان انا اساومه. وبيعرفها ان هو رايح يقابله دلوقتي ومن الافضل ليها انها ما تعملش اي حاجه كده ولا كده. وبعد كده بقى بيخرج وبيسيبها بقى مع لين وكامل اللي قرروا ان هم كمان يسيبوها ويطلعوا. وبنرجع بقى فلاش باك عشان نعرف اللي بيكون حصل بالظبط. وان ريشا اول ما بدات انها تدخ اكتشفت ان كامل ولين بيكونوا اصلا خاينين، وعشان كده بتقرر بقى انها تواجههم بتقول لهم ان اكيد تاو هو اللي بيكون اجبركم ان انتوا تعملوا الكلام ده لان هو كان الفتره الاخيره بدا ان هو يستغل
الاحياء الفقيره. ومن هنا بنشوف ان الاثنين دول بيعترفوا لها بكل حاجه، ان هو فعلا طلب منهم ان هم يخطفوها، لكن ما حبش ان هو يأذيها باي حاجه. وريشا بقى بتقول لهم زي الفل، انا حاببكم ان انتوا دلوقتي تكملوا الخطه بتاعتكم وتوديني للمكان اللي هو بيكون متواجد فيه. وبنرجع بقى تاني للوقت الحالي، وبنشوف ان تاو بيكون قاعد مع ارنولد، وبقول له معقوله ان انت جيت كل ده عشان خطيبتك؟ ده انا ما قعدتش يا اخي معاك بقى لي فتره طويله. وارنولد ده بقى بيكتشف ان هو بيكون خطفه، وبيبدا بقى يساله هو انت خطفتها ليه وعايز ايه بالظبط. وتاو بيقول له بسيط يا معلم، كل اللي عاوزه منك ان انت تتنازل على العرش وتعترف ان انا بكون هزمتك، وساعتها هقدر ان انا اطلعها لك واسيبها لك بكل بساطه. وارنولد هنا بقى بيبدا يضحك وبيقول له ثواني كده، هو انت حبستها في غرفه فيها باب وشباك؟ فتاو بقى بيستغرب وبيقول له ايوه بس انا قافلهم كويس جدا ومفيش اي حد يقدر ان هو يفتحهم. فارنولد بقى بيبدا يضحك بيستريق وبيقول له على فكره يا معلم، احب اعرفك انها بتكون جايه وراك دلوقتي. وبالفعل بنشوف ان بنتنا بتكون قدرت انها تخرج من الغرفه اللي كانت فيها بكل بساطه، وبتقرر بقى انها تروح لهم وبتقول لهم بصوا كده انا جيت هنا عشان نخلص الموضوع ده. والواد بقى بيكون مصدوم وما بيكونش يصدق انها بتكون قدرت انها تخرج، وبيقول لها ثواني كده، هو في حد خاني هو اللي فتح لك الباب؟ وبتقول له مفيش يا معلم، الباب بتاعك اللي هلفوت ده انا قدرت ان انا افتحه بكل بساطه، اما بقى بالنسبه للحراس اللي انت كنت حاططهم انا قدرت ان انا اخلص عليهم. وبعد كده بتبدا بقى انها تدي له درس ازاي يقدر ان هو يخطفها فيما بعد عدل. وبقول لها هو انت عبيطه ولا انت عبيطه؟ هو في حد بيدي دروس للشخص اللي خطفه ازاي يخطفه بعد كده؟ المهم تاو بقى بيلاحظ الجرح اللي بيكون في رقبه اخوه، وبيكون قلقان عليه جدا ومش عارف هو بيكون الجرح ازاي اصلا. ولكن هنا ريشا بتقطع وبتبدا بتساله عن هدفه من ورا كل اللي بيعمله ده. وبقول لها مفيش، انا حابب ان انا اقل امسك العرش من بعد والدي. فريشا بقى بتكدبه وبتقول انا عارفه ومتاكده ان انت بتحب اخوك جدا وقررت ان انت تساعده لدرجه ان انت قررت تخطفني عشان تخلي الشعب يكرهك، وكمان يبدا ان هو يحب اخوك وتبدا تحسن صورته قدامهم. وعارفه كمان ان انت بدات ان انت تساعد الفقراء من مالك الخاص في الفتره الاخيره. وبقول لها مفيش الكلام الوسخ ديت، انا بعمل كل الكلام ده عشان استولى على العرش وبالتالي اخويا يكرهني وكمان يقتلني. وساعتها بقى ارنولد بيتدخل وبيوقف ريشا عن الكلام، وبيعرفها ان اخوه دلوقتي بيكون كبير ويقدر ان هو يتحمل مسؤوليه تصرفاته بالكامل. وتاو اول ما بيسمع الكلام ده بيكون متاثر جدا وبيقرر بقى انه يسيب المكان ويمشي بسرعه. وريشا بقى بتكون مستغربه وبتبدا بقى تساله هو انت ليه عملت كده وبتعامله دايما بالطريقه القاسيه ديت؟ وارنولد بيقول لها مفيش، الشخص اللي قدامك ده هو اي نعم اخويا ولكن بالنسبه لي ملوش اي ريحه اللازمه. فريشا بقى بتقول له على فكره انت كذاب، وانا عارفه انك بتخطط ان انت ما تكونش الامبراطور في المستقبل، وان اخوك بيعمل كل الكلام ده عشان تكون انت ولي العهد من بعد والدك اصلا. فارنولد بيقول لها على فكره انت غلبانه وكل الكلام اللي انت بتقوله ده يعتبر غلط، ومن الاحسن ان انت تبعدي عن تاو عشان لو قربت منه هاذيه اكتر. فريشا بقى بتبدا بقى تضحك وبتقول له طالما انت قلت الكلام ده يا معلم فانا متاكده ان انت بتحبه وقلت الكلام ده خوفا عليه. وبتقول له على فكره اخوك انت مش ضامن ان هو يكون جنبك على طول، ومن الاحسن ان انت تعامله بطريقه احسن من كده. وبعد كده بقى بتقرر انها تسيبه وبتمشي عشان تلحق تاو. وفي نفس الوقت بنشوف ان تاو بيقرر بقى انه يقف وبيبدا بقى انه يفتكر ايام الماضي، وفي يوم من الايام كان موجود في المعركه والجنود اللي كانوا معاه تقريبا كلهم كانوا مصابين، ومش كده وبس خلاص الاعداء كانوا على وشك ان هم يهجموا عليه، ومن هنا بيقرر بقى انه يقف قصادهم وبيكون خلاص على وشك ان هو يودع الملاعب، ولكن هنا ارنولد بيتدخل وبيقدر انه ينقذه وبيقول له من الافضل ان انت ما تخيرش في حياتك مره ثانيه. وبعد كده بنرجع تاني للوقت الحاضر وبنشوف ان ريشا بتكون وصلت عنده وبتبدا بقى انها تتكلم معاه وبتعرفه ان اخوه بيكون حابب انه يختفي وما يكونش الامبراطور، وان هو دلوقتي بيكون معتمد عليك تقريبا في كل حاجه. وبالله انا تقريبا عارف كل الكلام ده وعشان كده انا قررت ان انا اختفي، وبكده هيضطر ان هو يمسك العرش، وعشان كده بيقرر بقى انه يرمي نفسه من فوق السطح. وهنا بقى ريشا بتجري بقى عشان تقدر انها تلحقه، ولكن للاسف ما بتقدرش انها تلحقه في الوقت المناسب، ويوتو بيكون خلاص على وشك انه يقع، ولكن هنا ارنولد بيتدخل وبيقدر انه يلحقه على اللحظه الاخيره. واول لما بيطلعوا بيبدا بقى انه يرزقه بالقلم وبيقول له انا قلت لك قبل كده ما ينفعش ان انت تخاطر بحياتك لان انت يعتبر اخويا الوحيد. فتاو بيكون مصدوم ان هو بيكون فاكر كل اللحظات ديت، وده بقى اللي بيخليه ان هو يبكي وبيعتذر له على كل حاجه بيكون عملها. وبعد كده بقى بنشوف ان ارنولد بيقرب بقى من ريشا وبيبدا بقى يشكرها على كل حاجه بتكون قللتها، ولكن مره واحده بتبدا بقى انه يغمى عليها من التعب، وعشان كده بيبدا بقى انه يتكلم مع اخوه بيامره ان هو لازم يجهز عربيه عشان يبداوا ان هم يتحركوا دلوقتي وبيعرفوا ان هو بيعتمد عليه. وتاوي اول ما بيسمع الكلام ده بيكون في قمه الانشكاح لان اخوه الكبير بدا ان هو فعلا يعامله بطريقه كويسه. وفي تاني يوم بنشوف ان ريشا بتبدا انها تفوق من الغيبوبه اللي كانت فيها، وبتتفاجئ ان ارنولد كان قاعد جنبها طول الوقت ده، وده بقى اللي بيخليها انها بتكون متاثره وبتبدا انها تعتذر انها بتكون قلقته عليها. وارنولد بقى بيقول لها ولا يهمك، وبيقرب انه يدي لها جواب من تاو اخوه. واول ما بتبدا بقى انها تقرا الجواب بتبدا بقى تشوف ان هو عمال يشكرها على كل حاجه بتكون عملتها، لانها الوحيده اللي بتكون قدرت انها تصلح العلاقه اللي ما بينه وما بين اخوه الكبير. ومش كده وبس بيقرب انه يديها من النهارده بلقب اخته الكبيره. وبالنسبه بقى لصاحبتنا فبتكون في قمه الانشكاح لان علاقتهم بالفعل بدات انها تتحسن. وارنولد بقى بيقول لها ثواني كده يا ستي هو انت مبسوطه قوي كده ليه؟ وبعدين عشان انا لمستك مره ثانيه فانت ليك الحق ان انت تطلبي مني اي حاجه وانا هنفذها. وساعتها بقى بنتنا بتبدا بقى انها تكون في قمه الاحراج لانها بتفتكر المشبك اللي هو بيكون اداهولها من شويه وتقول لها يا عم انا مش عايز منك حاجه. وارنولد هنا بقى بيبدا انه يشكرها على كل حاجه بتكون عملتها انها فعلا اعتنت باخوه الصغير، وبتقول له هلا يهمك يا معلم هو اصلا يعتبر دلوقتي زي اخويا الورع الصغير. وبعد كده بقى معلم بنشوف ان ريشا بتقرر بقى انها تروح للمكان اللي بيكون موجود فيه تاو، وبتبدا بقى نشكره لان هو بيكون عاقب لين وكامل، وبتبدا بقى انها تطلب مساعده منه في فكره انها تساعد ارنولد بشكل كبير، وهو اول ما بيسمع الفكره بيكون مصدوم. وبعد كده بنشوف ان بنتنا بترجع تاني للقصر وبتبدا بقى تتكلم مع كل الخدمات وبتديهم الاوامر. على الناحيه الثانيه بقى بنشوف ان ارنولد بيكون موجود في المكتب بتاعه، والمساعد بقى بيدخل عليه برساله بتكون جايه من مملكه كوين، واول ما ارنولد بيشوف الرساله دي بيكون باين عليه ان هو بيكون متضايق، لكن في الوقت ده بنشوف ان ريشا بتطب في دماغه وبتقول بقول لك يا معلم ما تيجي كده معايا عشان انا محضر لك مفاجاه، وكربه انها تاخده في الاوضه اللي الخدمات بتكون
بتكون مجهزها له. وارنولد هنا بقى بيكون في قمه الانبهار وبيبدا بقى يشكرها لان القصر ده كان يعتبر مهجور وهي رجعت تاني رجعت ليه الحياه. وبتعرفه كمان ان اوضتها بتكون خلاص بقت جنبه عشان الحراسه تبقى اسهل عليهم هما الاثنين في نفس الوقت. وارنولد بقى يقول لها قشطه زي الفل كده بقى اقدر اراقب بكل سهوله وامنعك من تصرفاتك الطايشه. وريشه بقى بتقول له عيب عليك يا معلم، بس انا عايز طلب كده عايز اطلبه منك. انت وعدتني قبل كده ان انت هتعلمني المبارزه وانا بصراحه كده عايز ان انا ابدا اتمرن معاك. وبقول لها خلصانه، انت روحي جهزي نفسك وبعد كده روحي لساحه التدريبات وانا هاجي وراكي. وبالفعل بنشوف ان الاثنين دول بيغيروا هدومهم وبيوصلوا لساحه القتال. وريشه بقى بتقول له بص كده يا معلم، انا لو قدرت ان انا اهزمك في المبارزه ديت فانا لازم اسالك سؤال وتجاوبني عليه مهما كان، وفي المقابل لو انت قدرت تهزمني فانا انفذ لك اي طلب انت عاوزه مني. وارنولد بقى بيقول لها قشطه زي الفل يلا بينا. وبالفعل بتبدا بقى المبارزه وبنشوف ان ريشه بتكون عارفه اسلوب ارنولد لانها بطبيعه الحال بتكون قدرت انها تقاتله في حياتها اللي قبل كده وبتقدر انها تجريه. وانا ارنولد بيكون مندهش انها بتكون قادره انها تقرا كل تحركاته وكمان قادره انها تجريه في المبارزه. ومع الرغم ان ريشه بتكون حافظه كل تحركاته ولكن ما بتقدرش انها تهزمه وفي النهايه هي اللي بتتهزم. وهنا بقى بنشوف ان ريشه بتقع على الارض وارنولد بيبدا بقى انه يتكلم معاها وبيقول لها بصي اظن انا كده كسبت وطلبي ان انت تيجي بعد يومين معايا للبلد. وريشه بقى بتكون مستغربه من الطلب ده وبتبدا بقى انها تساله عن السبب ولكن هي بيقول لها كل حاجه هتعرفيها في الوقت المناسب. ولما بقى ريشه بتحاول بقى انها تقوم على الارض رجلها ما بتكونش قادره انها تشيلها وعشان ابننا بيكون شام بيقرر بقى ان هو يشيلها بنفسه. وبيقول لها صحيح هو ايه السؤال اللي انت كنت عايزه ان انت تساله لي لو انت كنت كسبت في المبارزه؟ فهي بقى بتبدا تساله عن يوم ميلاده وبتحب ايه وبتكره ايه والحاجات بتاعت البنات دي عايز المشاهد. والمهم بعد كده بقى بنعرف ان المكتب الخاص بارنولد بيكون تم نقله للاوضه الجديده. وبعد كده بقى بنشوف ان اوليفر بيروح بقى الريشه وبيبدا بقى يشكرها على كل حاجه بقى بتعملها لارنولد لانها بالفعل بدات انها تساعده. قبل كده هو كان بيواصل الشغل تقريبا 3-4 ايام متواصلين وعشان كده بنشوف ان ريشه بتقرر بقى انها تدخل على ارنولد وبتطب فوق دماغه وتقول بقول لك يا معلم ما تسيب بقى الشغل في ايدك ده وتروح تنام الله يبارك لك وترتاح شويه. وبالفعل ارنولد بيقتنع بكلامها وبيقرر بقى انه يروح ينام وبنتنا بقى بترضاش انها تسيبه والتانيه جنبها عشان تبدا بقى انها تطبطب عليه شويه رومانسيه من الكلام الوسخ ده عايزين المشاهد. واول بقى لما بيبدا بقى انه يروح في النوم بتبدا بقى انها تركز في الندبه اللي موجوده على رقبته وبتحاول بقى انها تلمسها. وده بقى اللي بيخلي ارنولد ان هو يفوق بيقول لها بقول لك ايه وانا مش قلت لك قبل كده من غير لمس. وساعتها هنا بقى بيقرب منها لدرجه ان وشهم بيكونوا في وش بعض وبنتنا عشان بتكون متربيه بتتكسف. وبالنسبه بقى لارنولد بيقرب انه يرجع تاني لمكانه وبيطلب منها انها تخليه جنبه بدل ما يتنيه لوحده. المهم بقى معلم عشان بنتنا بتكون شطوره بتقدر انها تنيمه. المهم بقى في تاني يوم اول بقى ما بتصحى وبتبدا بقى انها تفتح عينيها بتتفاجئ ان ارنولد بيكون واقف قدامها وبيبدا بقى يسالها ثواني كده هو انت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ وهي بقى بتقول له ثواني كده هو انت نسيت اللي انت اللي جيت هنا ونمت جنبي؟ المهم بقى بنتنا بتقرب انها تقوم كده وبترجع تاني للغرفه بتاعتها. وهنا بقى الخادمه بتاعتها لين بتعرفها ان الصندوق ده بيكون جالها من شركه كاين التجاريه. واول لما بتفتح الصندوق بتلاقي جواه باروكه وبتقول من الواضح كده ان انا هتنيني مشغوله اليومين الجايين. وفي تاني يوم بنشوف ان بنت المجانين دي بتقرب انها تتنكر شبه الاولاد وتنزل بقى لتدريب الفرسان. وبنعرف بقى ان بنتنا بتكون طلبت الطلب ده اصلا من يوتا عشان تقدر انها تنضم للفرسان وتقدر انها تتدرب من غير ما اي حد يرحمها. ومع الرغم ان هو كان معترض في الاول ولكن بنتنا بتقدر انها تاثر عليه وبتقدر انها تقنعه. المهم نرجع بقى تاني ليها وبيكون وسط الفرسان وبنشوف انها اتنكرت واسمها المره دي بيكون لوش. المهم بعد شويه تدريب زي الفل بيجي بقى وقت الاستراحه وبنشوف ان بنتنا بتكون متفرهده وبتتفاجئ ان في واحد من الفرسان بيقرب منها وبيقعد جنبها والجدع ده بيكون اسمه فرين. وبيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيحكي لها هو نفسه قد ايه يكون فارس عظيم زي ارنولد. وفجاه اثناء هم بقى بيكونوا قاعدين بنشوف ان في شخص بيوصل لعندهم والجدع ده معلم بيكون اسمه كونتفين. وريشه بقى بتقول لنفسها انا عارفه الشخص ده لان بعد ما ارنولد يكون الامبراطور بعد 3 سنين هيعلن ان الجدع ده بيكون مجرم وهو اللي هيخلص عليه بنفسه. المهم بنشوف ان فين بيبدا بقى انه يتكلم معاهم بيعرفهم لانه النهارده هو اللي هيدربهم وبعد كده بيقرر بقى انه يسيبهم وبيمشي. وبعد كده بقى بنشوف ان ريشه بيقرر بقى انها تروح وبترجع تاني لطبيعتها. ومجرد ما بتدخل القصر بتتفاجئ ان ارنولد بيكون مستنيها وبيقرب منها وبيقول لها بقول لك انت لازم تجهزي نفسك وتقابليني ده ورا البوابه وده عشان انت لازم توفي بوعدك معايا وننزل مع بعض المدينه. وبعد كده بقى بنشوف ان بنتنا بتقرر انها تطلع الغرفه بتاعتها وهنا بقى لين بتبدا بقى تتكلم معاها وبتسالها عن اللي ارنولد بيكون قاله لها. وانا بقى ريشه بتبدا بقى تعرفها على كل حاجه وبتقول لها من الواضح كده ان ديت مهمه رسميه وهو بيكون محتاجني معاه. ولين بقى بتقول لها بس كده عليا النعمه لا خليكي تطلع من تحت ايدي حرفيا صاروخ اي حد هيشوفك يبدا ان هو يريل عليك. وبالفعل بتبدا بقى انها تجهزها. المهم بقى على الناحيه الثانيه بنشوف ان ارنولد بيكون متنكر وحاطط وشه على وشه وما بيكونش حابب اي حد ان هو يعرفه ولحد ما ريشه بتوصل لعنده من الواضح عليها ان هي كمان بتكون متنكره. وارنولد بقى بيقول لها بقول لك ايه شيلي الهبل اللي على وشك ده عشان ملوش داعي لان مفيش اصلا حد من عامه الشعب بيكون عارفك. وهي بالفعل اول ما بتشيله الوشح بيبدا بقى ان هو يشوف هذا القمر الخلاب ويبدا ان هو يتخرفن عليها اكتر واكتر. المهم بعد كده بقى بنشوف ان هما الاثنين بيبدا بقى ان هما يتمشوا في الاسواق وصاحبتنا بتكون في قمه الانشكاح ومعجبه بكل حاجه بتتباع في المكان. والموضوع ما بيقفش لحد هنا لان مره واحده بقى بنشوف ان ارنولد بيقرب انه ياخدها المتجر سري خاص بالمجوهرات. وصاحب بقى المتجر اول ما بيقابل ارنولد بيطلع له شويه خواتم جامده بفتيقه وبيقول له خد اللي انت عاوزه يا اسطى لخطيبتك. وبنتنا بقى بتكون مصدومه ان هو بيكون ساب كل حاجه وراه وبيكون جاي هنا عشان يفرحها. وبتبدا بقى انها تشكر ارنولد وتقول له يا اسطى لا لك انا لازم اختار الخاتم ده بدقه وبعنايه شديده. وبنتنا بقى بتكون محتاره مش عارفه تختار ايه بالظبط وعشان كده البياع بيقول لها بقول لك ايه ما تختاري كده خاتم باللون اللي انت بتحبيه. ساعتها بقى ريشه بتقرر بقى انها تبص لعيون ارنولد وتقول له بقول لك يا معلم ما عندكش كده شويه خواتم بنفس لون العيون العسل ورع وحاجه حرفيا في قمه التلزيق وقمه المحن. وساعتها
بقى الوليه دي بتتصدم وتقول لا انا كنت عارفه ومتاكده ان انت اصلا بتعشقيه، وريشه بقى بتتحرج وبتقول انا لا انا ما كنتش اقصد، ده طلعت مني كده تلقائيه، وده غير ان لون عينه عجبتني كده وخلاص. المهم بقى معلم بتشتري الخاتم وكل حاجه بتكون تمام التمام، وبعد كده بيبداوا بقى ان هم يلفوا وبينتهوا المطاف ان هم بيقفوا على مكان عالي. وريشه هنا بقى بتبدا انها تسال ارنولد عن السبب اللي خلاه ان هو يشتري لها الخاتم، وبقول لها ما فيش يا ست، انا شفتك ان انت بتشتغلي كتير وبصراحه كده انا عايزك تلبسي حاجه تفكرك بيا طول الوقت. وريشه بقى هنا بتكون في قمه الانشكاح، ولكن بقى بتفتكر الدوق فان وبتبدا بقى تساله وانت صحيح استدعيته ليه؟ وبتقول له ما فيش، انا استدعيته هنا عشان يدرب الفرسان الجداد. وبتقول له لا ثواني كده يا معلم، ما اظنش ان انت تستدعى شخص مهم زي ده عشان الفرسان، وده غير ان انا لاحظت الفتره الاخيره ان انت اصلا بتكون متضايق، وكل شويه كمان بتكون عمال تبص على الساعه كانك بتكون مستني حد معين. وبيبدا بقى يعرفها ان في رساله بتكون وصلته من مملكه الكوين، وان هم يبعتوا الامير بيدل ان هو اصلا بيكون في العاصمه، وده طبعا عشان يبارك لنا على الجواز. ولسه كانت بقى هترد عليه، ولكن هو بيقول لها ما فيش داعي لان انا تقريبا عارف كل حاجه ومتاكد ان هم بيخططوا لحاجه. لكن ريتشي بتبدا بقى تعرفه ان امير المملكه دي بيكون اسمه كايل، وبيتضح ان بنتنا بتكون عارفه الامير ده لانها بتكون عالجته قبل كده في حياتها السابقه لما كانت شغاله طبيبه. المهم بيرجعوا تاني للقصر، بنشوف ان الفرسان بيقرب من ارنولد وبيعرفوا ان الامير كايل بيكون وصل، وبعد لحظات بيخش وبيبدا بقى انه يبارك لارنولد على الجواز، وبيبدا بقى يعرفوا اي نعم ان احنا دولتنا بتكون جامده بوفتيقه واقتصادها برضه بيكون جامد بوفتيقه، ولكن بسبب الطقس القاسي للاسف ما بنقدرش ان احنا نوصل للطعام بسهوله وبنعتمد على الدول المجاوره. وبنعرف بقى ان اثناء الحرب الدوله ديت هيتم تدميرها على ايد ارنولد. المهم بقى ارنولد بيبدا بقى انه يشكره ان هو بيكون جاي من المسافه دي كلها عشان يبارك له، وبعد كده بيبدا بقى انه يعرفه على ريشه، وساعتها بقى نشوف ان هذا الورع بينزل كده على ركبتيه وبيبدا بقى انه يتغزل في بنتنا، وبيقول لها يا ورده مكانك في البستان، ايه الجمال ده كله عليه. ولما بقى بنتنا بتبص لارنولد بتلاقي ان عينيه بتدق شر وشكله كده هيعمل معاه احلى جلاشه، ولكن ابن الصرمه ده اخيرا بياخد من القصيره وبيقرر بقى انه يسيب المكان وبيخرج. المهم ارنولد بيبدا بقى انه يعرف ريشه ان هو يعمل حفله بكره ويخلي بقى الدوق فين ان هو يقابل كايل بكره، وان هو بيكون متاكد ان كايل اول ما بيشوفه ان هو هيبدا ان هو يتراجع عن اي خطه شريره ان هو يعملها. فريتش هنا بقى بتتصدم لانها ممكن انها تتكشف، وارنولد هيعرف انها بتكون اتنكرت وراحت تتدرب ما بين الفرسان، وما بتكونش عارفه هي ممكن تتصرف وهتعمل ايه بالظبط. وبعد كده بنشوف ان ريتشي بيقرر انها تروح تقف في الحديقه وبتبدا تفكر في اللي هيحصل، وانها لازم تخفي هويتها عن الدوق فين، وان هو لازم ما يعرفهاش، وكمان لازم انها تتصرف وتعالج الامير كايل من المرض بتاعه لانه بعد فتره مش هيقدر ان هو يتحرك. وفجاه بنشوف ان القدر الخاص بكايل بيوصل بقى للمكان واللي بيكون اسمه ميشيل، وده نفس الطبيب يا صديقي اللي بيكون علم ريتشل تقريبا كل حاجه في الطب. الدكتور بقى اول ما بيوصل للحديقه هنا بقى بيكون في قمه الاندهاش، وبيبدا بقى انه يتكلم مع ريشه وبيقول لها ما كنتش متوقع ان في حد يكون مهتم بالنباتات الطبيه ديت للدرجه دي، وعشان كده بيبدا بقى يسال ريشه عن اسمها. لكن هنا بقى بنشوف ان الحراس بيقفوا في وشه وبيقول له بص كده يا معلم لو انت تايه فاحنا ممكن ندلك على المكان الصحيح، وبيبدا بقى ان هم يهددوه كده من تحت لتحت. الطبيب ده بيقول لهم لا مفيش داعي يا جدعان، وبيقرر بقى انه يسيبهم ويمشوا، ولكن ساعتها بنشوف ان ريتشل بيقرر بقى تتدخل وبتبدا بقى نتعرف عن نفسها، وبيفضلوا بقى هما الاثنين يتكلموا مع بعض على الاعشاب، والدكتور بيعترف ليها انها فعلا بتكون عبقريه لدرجه ان انا بكون حابب ان انت تكوني عندي تلميذه، وده بقى اللي بيخلي ريتشل انها بتكون في قمه الانشكاح، وبتقول له بص كده يا معلم ايه رايك ان انا اسالك عن شويه حاجات طول ما انت موجود هنا في القصر، وصاحبنا بيقرر بقى ان هو يوافق. وبعد كده بقى بيفضلوا ان هم يتمشوا لغايه ما بيوصلوا لحقل الاعشاب، والطبيب ميشيل اول ما بيشوفها بيكون مندهش وبيفهم هي بتكون عاوزه ايه بالظبط، وبيبدا بقى انه يتكلم معاها وبيقول لها على ما اظن انت عايزه بالاعشاب ديت تبدا ان انت تعالجي كايل. وفي الليل بنشوف ان هم بيوصلوا لغرفه خاصه بكايل، وهي بتبدا تتكلم مع الطبيب تقول له ان هي قدرت انها تعمل ترياق هيخفف من اعراض المرض، وبالفعل كايل بيبدا بقى انه يجربه وبيبدا بقى انه يتعافى شويه شويه، وهنا بقى الحراس بيقرروا بقى ان هم ياخدوه عشان يبدا بقى انه يستريح. وبعد كده ميشيل بيطلع كتاب وبيقرر بقى انه يدير ريشل، وده بقى بيكون كاتب فيه كل الوصفات العلاجيه اللي بيكون قدر انه يوصل لها، وده كله طبعا عشان تقدر انها تزيد خبرتها ومعرفتها عن الطب. ولما بقى بنتنا بتبدا بقى انها تقرا في الكتاب بتكون منبهره جدا وبيكون باين عليها انها متحمسه، وفجاه بنشوف ان ارنولد بيوصل بقى لعندهم لانه بيكون عايز ياخد ريشل، وبنتنا بقى بتبدا بقى تعرف ارنولد ان ده ميشيل وهو بيكون خلاص بقى الاستاذ بتاعها، وهنا بقى ميشيل بيبدا بقى انه يشكرهم على استضافتهم والكلام ده. والمهم بقى بنشوف ان ارنولد بيقرر بقى انه ياخد ريشه معاه لبره، وبيطلب منها انها تاخد منه الساعه بتاعته عشان تخليها معاها. وبعد كده بقى بنشوف ان ريشه بتكون موجوده في الغرفه بتاعتها وبتبدا انها تجهز نفسها عشان تروح الحفله مع ارنولد، واثناء الحفله بقى بتكون شغاله والدنيا بتكون خربانه. بنشوف ان كايل بيوصل لعند ارنولد وبيشكر ان هو بيكون عمل الحفله ديت علشانه، وبيشكر بقى ريتشل كمان على العلاج اللي هي بتكون قدمته له. وهنا بقى ريتشل بتقرر بقى انها تستاذنه اللي هي بتكونش حابه انها تحتك بفين، وبتسيبه وبتبدا بقى انها تتعامل مع بقيه النبلاء التانيين. وعند بقى ارنولد بنشوف ان كايل بيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيطلب منه ان هم يتحالفوا عسكريا، وده بدل الادويه والاكل، وده لان قوه بلده بتكون معدومه واي دوله ممكن انها تحتلها في اي وقت. وارنولد بيقول له ثواني كده انت تقصد ان احنا نعمل تحالف مع بعض؟ طب اللي هيفيد دولتي لما نبدا ان احنا نتحالف. وبيقول له بقى في الحاله ديت هنخصص ليكم الاولويه في توريد الاحجار والمعادن اللي احنا بنستخرجها حتى لو كانت هتيجي علينا بخساره. وريتشل هنا بقى بتكون واقفه وسامع كل اللي بيحصل ده وبتكون متاكده ان كايل بيكذب. وهنا بقى بنشوف ان ارنولد بيبدا بقى انه يضحك باستريا وبيقول له يا معلم انت مش هتقدم العرض ده ليا كده وخلاص، انا عارف ان المعادن في دولتكم خلاص قربت انها تشطب، ودولتكم بتكون خلاص على وشك الانهيار، وكل تصرفاتك اللي انت بتعملها ديت ما هي اللي عباره عن عبط. وكايل بيقول له انا عرفت ان انت بتهتم بشعبك وكمان الفرسان، عشان كده انا جيت طلبت منك الطلب
الطلب ده وان احنا نتحالف مع بعض وتساعد دولتي. لكن ارنولد بيقول على فكره كل اللي انت بتقوله ده ما يهمنيش، بدل ما اعمل معاكم تحالف وابدا بقى ان انا اساعد الدوله بتاعتكم، ما الافضل ان انا احتلكم ورايح نفوخي. وبعد كده بيقرر بقى انه يسيبه ويمشي. وريتشل هنا بقى بتكون واقفه وسامعه كل الكلام ده وبتقول له ان بعد 5 سنين من دلوقتي ارنولد هيكون الامبراطور وهيدمر البلد ديت عن بكره ابيها، وكتير من الناس هيموت بسبب اللي هيحصل. وبتقول لنفسها ان هم لازم يتحالفوا مع بعض لان ده هيكون تغيير كبير في التاريخ وان هو ممكن يلغي الحرب. المهم بقى كايل بيروح لميشيل وبيبدا بقى يعرفوا ان ارنولد بيكون رافض ان هو يتحالف معاهم وبيكون عنده الافضل ان هو يحتلهم بدل ما يساعدهم. فميشيل بقى بيطلع وبيقول اخيرا قدرت ان انا الاقي حاكم المناسب اللي يقدر ان هو يستعمل السم اللي انا صنعته بنفسي. على الناحيه الثانيه بقى عند فان بنشوف ان هو بيبدا بقى ان هو يدرب ميشيل، وهي بقى بتكون متنكره وهي اصلا كل اللي شغل تفكيرها ازاي تخلي البلدين ان هم يتحالفوا مع بعض. وبدون اي مقدمات فان بيبدا بقى ان هو يتكلم مع كل المتدربين والفرسان الجداد وبيعرفوا من ارنولد بساد نفسه هو اللي جاي النهارده عشان يدربهم. وهنا بقى ارنولد بيقف قدام ريشل وحرفيا البنت بتكون مصدومه فشخ، واول لما بيشوفها بيقدر ان هو يتعرف عليها وبيقول لها انها تروح الساحه ديت وانها يتدرب معاها. ولما بقى بيزنها بيسالها هو انت ليه بتعملي كل الكلام الوسخ دي؟ وهي بقى بتحاول انها تنكر انها بتكون ريشل، ولكن هو بيفضل يقرب اكتر واكتر لغايه ما بالفعل بتعترف انها بتكون هي، وبتقول له بص كل اللي انا عايزاه ان انا اتدرب بجد وباجتهاد مع الفرسان مش تدريب كده مايع. وارنولد بيقول لها على فكره انا ما عنديش اي مانع، ولكن من الافضل ان ما فيش اي حد يكتشف حقيقتك. وبعدها بقى ريتشل بتبدا بتعرفه انها سمعت كل حاجه ان هو كان بيتكلم فيها مع كايل وبتطلب منه ان هو ما يحاربهوش. وارنولد بقى بيقول لها على فكره انت مش فاهمه اي حاجه، وبدل ما احنا المفروض نساعد دوله بننهار ان احنا نحتلها اصلا. وبعد كده بيقرر بقى انه يسيبها وبيمشي. وريتشل بعد كده بتقعد بقى مع نفسها تفكر في حل لغايه ما بتقرر بقى انها تروح عند كايل عشان تديله العلاج، وبتقول له انا سمعت كل حاجه، وبتطلب منه ان هو يتحالف معاها عشان يقدروا ان هم يقنعوا ارنولد ان هو يغير فكره الحرب. وبعد كده بقى بنشوف انها بتقعد مع ميشيل وبيطلب منها ان هو بيكون عايز يقابل ارنولد عشان بيكون حابب ان هو يستخدم المسحوق الاسود اللي هو بيكون من عمله، وان هو بيكون عنده القدره ان هو يغير العالم وان هو كان عمال يدور على شخص زيه من زمان. فريشل بقى بتطلع من المكان وبتقعد بقى على نفسها تفكر ازاي تمنعه ان هو يقابل ارنولد اصلا. وفجاه بنشوف ان تاو بتوصل بقى عندها وبتبدا انها تتكلم معاها وبتعرف ان ارنولد بيكون عارف كل افكارها. فريتشل بقى بتتصدم ان هو بيكون عارف بالسرعه دي وبتساله هو انت عملتها ازاي؟ فهو بقى بالله عيب عليك ده انا عندي برضه شويه خدم جامدين برضه. فهي بقى بتقرر بقى انها تطلب منه الخدم بتوعها عشان يبداوا ان هم يساعدوها وكده. وهو بقى بيبدا يسالها طب ده في صالح اخويا ارنولد ولا ايه الكلام؟ وبتقول له بصراحه احنا اصلا قررنا ان احنا نتمرد عليه عشان نقف ضده. وهو بقى لا قشطه زي الفل عجبتني الفكره ديت وانا قررت ان انا اقف معاكي. على الناحيه الثانيه بقى عند ميشيل بنشوف ان هو بيكون واقف في البلكونه وبيبدا بقى يفكر ازاي يخلي الاختراع بتاعه ينجح مهما حصل. اما بقى بالنسبه لريتشل فبتقرر بقى انها تمنع اللي في دماغه ده مهما كان، وبتبدا بقى تساله لو انت لغايه دلوقتي مصر ان انت تدي المسحوق ده لارنولد ولا لا، وبيقول لها ايوه لان ارنولد هو الشخص الوحيد المناسب للمسحوق. وبعد كده بيقرر بقى انه يسيبها وبيمشي. المهم بعدها بتروح بقى للاوضه بتاعتها وبتقسم انها تحاول توقف ميشيل مهما حصل. واثناء ما هي واقفه بتتفاجئ بمنظر النجوم اللي بيكون شكله خلاب، وفي نفس الوقت ارنولد برضه بيكون منبهر بالمنظر اللي هو شايفه. وبعد كده بنشوف ان البت العبيطه دي بتقرر انها تنط من البلكونه عشان تروح لارنولد، وصاحبنا بقى اول ما بيشوفها بيكون قلقان عليها جدا وعشان كده بيروح وبيمسكها، وهي بقى بتحس بالغلط اللي هي بتكون عملته وعشان كده بتعتذر انها خلته يقلق عليها. ولما بقى بتركز فيه بتلاقي ان عينيه فعلا شكلها حلو، وارنولد بيعرفوا ان نفسه لون عيونه ونفسه عيون والده، وهو اصلا كان بيكرهه وهو صغير وكان بيتمنى ان هو يخلعهم. وانا بقى ريتشل بتفهم ان بيكون في عداوه كبيره ما بينه وما بين والده، وعشان كده بتبدا بقى انها تتكلم معاه عن الحرب. وارنولد هنا بقى بيصدمها بيقول لها بص انت لو فضلت تتكلمي في الموضوع ده وتدخلي في شؤون البلاد وحاولت كمان ان انت تساعدي دوله قايل فهضطر ان انا اطردك، وانا ما بتمناش ان انا اعمل حاجه شبه كده. فريتشل بقى بتقول له بص كده يا معلم انا ما وعدكش اعمل الكلام اللي انت بتقوله ده، ولو حاولت ان انت تخلص عليا في يوم من الايام هرجع لك مره ثانيه. وصحيح اي نعم ان انت بتكره عينيك ولكن بالنسبه لي هم احلى حاجه. وانا بقى ارنولد بيزهق من امها وعشان كده بيقرر بقى انه يسيبها وبيمشي. من ناحيه ثانيه بقى بنشوف انها بتبدا انها تخطط مع قايل اللي بيكون جاب لها شويه معدات من بلده، وبيقرر بقى انه ياخد منها ميعاد عشان يقابل ارنولد. وبالفعل بيحصل اجتماع بوجود بقى ريتشل، وده طبعا عشان يحاولوا ان هم يقنعوه بالتحالف. وبره بقى الاجتماع بنشوف ان ميشيل بيكون وصل بيبدا بقى انه يتكلم مع الحراس وبيقول لهم انا عندي اعلان لازم ان انا اعلنه. بنرجع بقى تاني عند ريتشل اللي بتكون لابسه عدد كبير من المجوهرات وبتبدا بقى تتكلم مع ارنولد وبتقول له يا معلم هو انت مش ملاحظ حاجه غريبه؟ وبالفعل بيلاحظ كميه المجوهرات اللي هي بتكون لابساها وبيسالها هو انت جبتها منين عشان اول مره اشوفها. ساعتها بقى قايل بيتدخل وبيبدا بقى انه يتكلم معاه وبيعرفوا ان المجوهرات ديت تم صناعته في الدوله بتاعته، والدقه اللي مطلعها بالجمال ده بفضل الحرفيين الموجودين عندنا، وده طبعا بفضل المجوهرات اللي احنا بنقدر نستخرجها، ولو قدرنا ان احنا نتحالف هنطلع حاجات اكتر من ديت، وان انا متاكد ان احنا ساعتها هنقدر ان احنا ننهض بالاقتصاد. وريتشل بقى هي كمان مش بتسكت وبتطلع له الساعه وبتقول له بص كده دي كمان يا معلم. وارنولد بيقول لا فين الغريب ما ديت نفس الساعه اللي انا مديها لك على فكره، لكن هي بتقول له لا وبتطلع له الساعه بتاعته وبتعرفه ان الساعه ديت برضه مصنوعه في الدوله الخاصه بقايل. وزي ما انت عارف ان الحاجات اللي موجوده في الساعه بتاعتك ديت نادره جدا ومش اي حد يقدر يصنعها غير في دوله قايل، ولو نشرنا الساعات ديت في كل البلاد هيبداوا ان هم يطلبوها وبرضه دولتنا هتبدا انها تستفاد هي الاخرى. وارنولد بقى بيقول له
خلاص خلصتوا ده كل بقى اللي عندكم؟ اي نعم ان كل ديت حاجات حلوه، ولكن برضو اقدر ان انا احصل عليها بقوتي. اي نعم ان دولة قايد بتمتلك تكنولوجيا متطورة ودولتنا بتعاني من حاجة زي ديت، ولكن ده برضو مش سبب بيخلينا ان انا اتحالف معاها. وانا عارف ومتاكد ان الفكره ديت ما جبتهاش من دماغك، بل زوجتي المستقبليه هي اللي اقترحتها عليك. وكايل بيقول له فعلا عندك حق، انا فعلا برضو ما كنتش مقتنع بالفكرة ديت في الاول، ولكن هي اللي قدرت تقنعني. ولو اتحالفنا وقدرنا ان احنا ننفذ المشاريع ديت في المستقبل، فالدولتين هتستفاد بشكل كبير. واثناء الاجتماع بنشوف نيوتو مره واحده بيطب فوق دماغه وبيدي بقى اشاره لريتشل، وبتعرف ان في مشكله وعشان كده بتقرر بقى انها تستاذن. واول لما بتخرج من الاوضه بتتفاجئ بعدد كبير من حراس ارنولد جايين في اتجاههم وبيبتسموا بخبث. على الناحيه الثانيه بقى بنشوف نيوتو بيبدا بقى يتكلم مع ريتشل وبيعرفها على كل حاجه حصلت، وان ميشيل مره واحده بيكون اختفى، واخر مره شفناه كان ماسك حقيبه كبيره. فريتشل بقى بتعرفوا ان ارنولد بيخطط لحاجه، وفجاه بنشوف ان الحراس بييجوا ليوتو وبيعرفوا ان ميشيل بيكون موجود في القصر، وعشان كده بقى ريتشل بتتحرك وبتقرر بقى انها تروح له بسرعه، وبتلاقيه موجود بالفعل. ولما بقى بتحاول انها تقرب منه الحراس بيمنعوه، بيعرفوا ان الشخص ده خطير جدا لانه اعلن ان دمار هيحصل في المملكه. وهي بقى بتقول له وانت مفكر ان انت لما تعمل دمار في المملكه ان ارنولد هيوافق على قوه المسحوق الاسود؟ فميشيل بقى بيقول لها انا مش مهتم، اهم حاجه عندي ان تجاربه تنجح حتى لو هتاذي ناس كتير. وريتشل بقى بتحاول انها تقنعه وبتقول له بص كده يا معلم، التجارب بتاعتك دي احنا ممكن نستفيد بيها ونفيد بيها الناس بدل ما ناذيهم. وبدون اي سابق انذار بنشوف ان في شعله بتنطلق في السماء، وبعد كده صواريخ بتنضرب كتير في السماء، وكل الموجودين في المكان بيكونوا مصدومين لان ديت حاجه جديده بالنسبه لهم. وريتشل بقى بتعرفوا ان الاختراع اللي بيكون عملته ده اسعدت بيه الناس بفضل المسحوق الاسود اللي هو بيكون عمله. وبعد كده بقى بتروح لتاو وبتبدا بقى نشكرها على كل مساعداته لانها فعلا قدرت تنفذ الاختراع بتاعها. المهم بقى بنشوف ان فاين بيوصل للمكان بسرعه مع الحراس وبيامرهم ان هم لازم يقبضوا على ميشيل، ولكن هنا تاو بيتدخل وبيطلب منه ان هو يسيبه وان هو هيتولى امره، لكن فاين بيكون رافض وبيعرفوا ان هو بيكون اساء للامبراطوريه بالكامل، وعشان كده لازم يقبض عليه لان ديت مهمته. وفي نفس الوقت بنشوف ان ارنولد بيوصل المكان بيكون مع كايل وبيبدا بقى يسالهم هو اللي حصل بالظبط. فاين بقى بيبدا ان هو يحكي له على كل حاجه بتكون حصلت وان هم لازم يقبضوا على ميشيل باي ثمن، لكن ارنولد بيعرفوا ان مفيش داعي لان هم اصلا بيكونوا عاملوا تحالف مع دولته، وده طبعا عشان يساعدوهم وياخدوا منهم التكنولوجيا، وبالمقابل هم يساعدوهم بالقوات العسكريه، وان كل اللي حصل ده ما كانش الا عباره عن عرض وبيامرهم ان هم لازم ينسحبوا من المكان. وقبل ما فاهم بقى بيمشي من المكان ريشل بقى بتروح له بتبدا بقى تعتذر انها بتكون اتنكرت وكده عشان حابه انها تتدرب معاهم. المهم بقى معلم بنشوف ان كايل بقى بيقرب من ميشيل وبيعرف ان هم بيكونوا نجحوا في التحالف، وبكده يقدر ان هو ينفذ التجارب بتاعته من غير ما يأذوا الناس. وهنا بقى ميشيل بيتاكد ان كل اللي عمله ده كان غلط، وعشان كده بيعتذر لهم على اللي هو بيكون عمله، وبتقول له اي نعم ان البارود الاسود ده حاجه مدمره، ولكن قدرت انها تعمل منه حاجه تفيد بيها الشعب، وعشان كده بقى بتطلب منه ان هو يسامح ميشيل عشان هيساعدهم بشكل كبير في البحوثات اللي هم عايزين يعملوها. وبعد كده بتروح بقى كايل وبتقرر انها تديله علاج عشان يبدا بقى ان هو يساعده وهو اثناء ما هو بيكون مسافر. وقبل ما بيمشي ميشيل بقى بيبدا بقى ان هو يودع ريتشل وبيقول لها انا متاكد ان احنا هنتقابل في يوم تاني من الايام، وبيبدا بقى ان هو يودعها حكايه المستو. وبعد كل الاحداث المؤلمه اللي حصلت ديت بنشوف ان صاحبتنا بتقرر بقى انها تروح لارنولد وبتعرفه ان الخاتم بتاع جوازهم بيكون اخيرا اتصنع، وده بقى اللي بيخلينا في قمه الانشكاح ولسه بقى تطلعه عشان يشوفه، ولكن هو بيقول لها انا مش مهتم وانا متاكد ان هو هيليق عليكي جدا، وان انا كل اللي طالبه منك ان انت تلبسي الخاتم ومش طالب منك اكتر من كده. لكن ريشل بتقول له لا يا بيه انا عايزك انت اللي تلبسني الخاتم ده وكمان في صباعي التالت، لان ده معناه في بلدنا حاجه كبيره جدا. وزي اي زوج مطيع بيركع قدامها وبيقرر بقى ان هو يلبس لها الخاتم وهو بيكون في قمه الانشكاح. وبالنسبه لبنتنا فهي بتكون في قمه الاحراج ووشها بيقلب الوان تقريبا بيبقى طماطمايه حمراء، ولما بقى بتبص للخاتم بتلاقي ان نفس لونه هو نفس لون عين ارنولد وبتكون في قمه سعادتها. وبعد كده بقى بتطلب منه بتقول له اي نعم ان انا طلباتي كتير ولكن ده اخر طلب، وان انا عايزاك نطلع في رحله مع بعض ونلف فيها العالم كله. وبتقول لنفسها اي نعم ان المستقبل ممكن ما يتغيرش، ممكن كمان اموت بعد ال5 سنين، ولكن المتاكده منه ان انا عايز افضل جنب ارنولد لحد اخر يوم في عمري. وبس كده صديقي، ما تنساش ان انت تشترك في القناه، والسلام.